السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي وعزيزتي الجمال، أهلا وسهلا بيكم في ليسون 2 بارت 2 شابتر 2. الله يا دكتور ده في سجع من أوله وهيبقى جميل إن شاء الله، وهنخلص النهاردة شابتر 2، والأسبوع الجاي عزيزي الطالب هتبقى بداية آخر شابتر لينا مع بعض، شابتر 3 النيوكليير كيمستري، وماشي مع الأجواء الحالية. اوعى تجري المقدمة، هقول كلمتين مهمين قبل ما ابتدي في الكلام بتاع النهاردة. إن شاء الله الأسبوع الجاي برضه هينزل لحضرتك حصة المراجعة بتاعت شابتر 2، لأن احنا هنبقى خلصناه النهارده. المطلوب من حضرتك ان انت تشوف حصه الريفيجن بعد ما تخلص ان شاء الله الحصص بتاعه الشرح كويس جدا جدا جدا، عشان ريفيجن شابتر 2 ده معمول بعنايه هديه لحضرتك. شابتر 2 كبير ومقلبظ قوي قوي قوي. نصه اللي هو جروب 1A هبقى لممه لك في 4 ورقات، نصه اللي هو جروب 5A هبقى لمه برده في 4 ورقات، هتسيبهم جنب سريرك، هتبص عليهم بصه حلوه، هترفع راسي في الامتحان. طب يا دكتور يسري، اللي مطلوب مني النهارده ان انا افهم وارتب الكلام جوايا، وانا مبسوط جدا قسما بالله من الكومنتس بتاعتكم على الفيديوز بتاعت اليوتيوب، وفاتحه نفسي ان انا اقدم لكم واديكم اكتر واكتر، لان الكواليتي واضح انها الحمد لله زي ما انا راهنت بتفرق معاكم. كل اللي مطلوب منك عزيزي ما تخافش وتثبت، خلاص امتحان الفاينل قرب، تذاكر كويس وامشي معايا على ادنوفا. الناس اللي مش موجوده على ادنوفا رجاء الدخول على المنصه، علشان الامتحانات والاسئله بتاعت الكيمياء اهم من الشرح. الشرح مهم ومتفصل وفيه اسئله، لكن الاسئله اللي موجوده في الكلاس شيت وفي الهوم ورك هتعلمك ازاي تشتبك مع السؤال في الامتحان. كان في امتحان الاسبوع اللي فات على ادنوفا على نص الشابتر كله اللي هو جروب 1A، انا مبسوط بدرجاته جدا، بس الناس اللي لسه ما وصلتش وامتحنت الامتحان ده انا اسف هسلمك وهيبقى حلال. يا دكتور ما تعملش كده معايا، انا بحبك وانا كمان بحبك، هسلمك لمصلحتك. لو سمحت عشان خاطري من غير ما اكلم ولي امر ولا حاجه، رجوله بيني وبينك، خش وحل الامتحان. وهقول معلومه تانية بقى، الاسبوع الجاي اللي هي الحصه الجايه على ادنوفا هيبقى فيه امتحان على الشابتر ده كله، جروب 1A كامل وجروب 5A كامل، فتذاكر كويس وفي ميعادك وما تراكمش، عشان قبل ما تبتدي النووي تبقى مقفل كل اللي فات ده، ومقفله وانت واقف على رجلك مش وانت مهزوز. نبدا بقى كلامنا النهارده عزيزي الطالب استكمالا لكلام الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات كنت بدات مع حضرتك كلام عن النيتروجين جاز. اتكلمت في ايه عن النيتروجين جاز؟ اتكلمت على البريباريشن بتاع النيتروجين جاز، وحضرناه مره في المصنع ومره في المعمل، وبعد كده عملنا الفيزيكال بروبرتيز اللي هي الصفات الفيزيائيه بتاعه النيتروجين جاز. الحصه بتاعه النهارده ان شاء الله هنعمل الكيميكال بروبرتيز بتاعه النيتروجين جاز اللي هي الرياكشنز بتاعته، ونلم النيتروجين جاز في ورقه واحده. يبقى انا كده معايا اول ورقه اللي هي ورقه النيتروجين، وهنكمل بقيه الحصه بان احنا هناخد 2 كومباوندز في غايه الاهميه يحتووا على نيتروجين، اللي هم الامونيا والنيتريك اسيد. كل واحد من دول هنحضره ونعمل له كيميكال رياكشنز ونلمه في ورقه واحده. يبقى حصه النهارده في اخرها لازم يبقى معاك 3 ورقات جنب سريرك تبص عليهم بصه كل يوم قبل ما تنام، ورقه للنيتروجين، ورقه للامونيا، وورقه للنيتريك اسيد. نكمل كلامنا في النيتروجين علشان ما تفقدش السياق، ارجع للفيديو اللي فات، راجع بسرعه على البريباريشن بتاع النيتروجين والفيزيكال بروبرتيز. ويلا يا صديقي نبتدي من اول دلوقتي ان شاء الله الكيميكال بروبرتيز بتاعه النيتروجين. يلا بينا نخش بقى يا صديقي على الكيميكال رياكشنز بتاعه النيتروجين. ركز لان من اول دلوقتي بدات حصتنا الجديده. عندي نيتروجين يا دكتور يسري وعايز اعمل لها كيميكال رياكشن. فاكر النيتروجين لما كنا بنرسمها كانت بتترسم ازاي من الشابتر اللي فات؟ لو جيت ارسم ال N2 مولكيول دي هتبقى عباره عن الاتي: N عامله تريبل بوند مع N تانية، وكل N منهم عندها لون بير. عايز تقول لي ايه يا دكتور يسري؟ عايز اقول لك علشان النيتروجين تتفاعل لازم ادي حراره كتير جدا 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 علشان اكسر البونز ال3 دول اللي بين الانتين والنيتروجين تقدر تتفاعل. يبقى التفاعل بتاع النيتروجين جاز لازم له يا دكتور يسري درجه حراره عاليه علشان يتم. هنتفق مع بعض على نوعين من درجات الحراره بنجيبهم من الكهرباء. انظر الي يا عزيزي، لو جبت رياكشن وعملت للرياكشن ده حاجه اسمها الكتريك سبارك. الكتريك سبارك دي بيننا وبين بعض هتبقى كانك عملت بالكهرباء كده بس، يعني اديتها ايه؟ اديتها نتشه صغيره. طب يا دكتور الالكتريك سبارك دي بتخلي درجه الحراره كام؟ الالكتريك سبارك بتخلي درجه الحراره 500 الى 550. ثبت رقم واحفظه، الاسهل 500. يبقى علشان ادي رياكشن درجه حراره بستخدم الكهرباء.
يا الكتريك سبارك يا حاجه اسمها الكتريك ارك. اديتك الالكتريك سبارك حاجه بسيطه قوي كهرباء، وبتديني درجه حراره كام عزيزي؟ 500. طب لو محتاج درجه حراره اعلى في الرياكشن هستخدم حاجه اسمها الكتريك ارك. ايه الالكتريك ارك ده؟ كهرباء برضو، بس الكهرباء دي يا دكتور يسري بتبقى يعني بتكمل وقت اكتر وبتوصل درجه الحراره ل 3000 اللي هي درجه حراره اعلى. يبقى هنتفق مع بعض كل الرياكشنز اللي هعملها معاك دلوقتي بتاعه النيتروجين هتبقى محتاجه درجه حراره عاليه بنجيبها من الكتريك ارك او الكتريك سبارك. الكتريك سبارك ده بيديني درجه حراره خفيفه اللي هي كام؟ 500. طب اللي اعلى منه اسمه الكتريك ارك بيدي درجه حراره توصل معايا لغايه 3000. طيب هنفعل بقى النيتروجين مع مين يا دكتور؟ قول كده اللي انا هقوله ده. انا هفعل النيتروجين جاز، مش النيتروجين ده جاز، يبقى انا هفعل النيتروجين جاز مع جازين وميتالين. ابقى خلصت. يبقى هفعل النيتروجين مع جازين ومع ميتالين. نبتدي باول تفاعل للنيتروجين مع اول جاز اللي هو الهيدروجين جاز اللي رمزه H2. يبقى هجيب النيتروجين مع اول جاز اللي هو هيدروجين جاز. الهيدروجين ده خفيف ولا تقيل عزيزي الطالب كوزن؟ والله الاتش دي يا دكتور يسري هي اخف اتوم في الدنيا في الوزن، فلما يبقى عندي H2 يبقى الاتش 2 ده خفيف، يبقى مش هيحتاج درجه حراره عاليه قوي. يكفيني ان حضرتك هنا تيجي وتديله الكتريك سبارك خفيفه توصل درجه الحراره ل 500 ونشوف ايه البرودكت اللي هيطلع عندنا. شغل دماغك معايا يا عزيزي. نيتروجين هيقابل هيدروجين، يبقى ايه اللي هيطلع عندي؟ ان و اتش خدتها في مركب قبل كده، اللي هو مين؟ الامونيا، ال NH3 جاز. يبقى لو جبت نيتروجين جاز مع هيدروجين جاز وعملت لهم الكتريك سبارك اللي بيوصل درجه الحراره ل 500 هيتفاعلوا مع بعض وهيدوني الامونيا جاز اللي هي ال NH3. وتعالى نعمل وزنتنا بسرعه. هنا في انتين، يبقى لازم دول يبقوا 2، يبقى هحط 2 امونيا. قشطه قشطه. طب لما خليتها 2 امونيا الانات ظبطت، الاتشات هنا كام؟ 2 في 3 ب6، يبقى الاتشات 6. عشان تخلي الاتش 2 دول يبقوا 6 اتشات هتحط لها هنا 3. يبقى انا كده عملت البالانس والوزنه بتاعتي في منتهى التفاهه. خلصت اول رياكشن بتاع النيتروجين مع اول جاز عندنا اللي هو الهيدروجين الخفيف، فاحتاج مني ايه فقط؟ الكتريك سبارك. نخش في اللي بعده. اللي بعده هجيب للنيتروجين جاز تاني اللي هو مين يا دكتور يسري؟ اللي هو الاكسجين جاز. الاكسجين جاز ده اتقل من الهيدروجين اللي انا لسه عامله من شويه، فعلشان الرياكشن ده يتم محتاج درجه حراره اعلى واعلى واعلى. ما تديهوش الكتريك سبارك، امال اديله ايه؟ اديله الكتريك ارك. اقعد كهرب فيه لغايه ما درجه الحراره عندك توصل ل 3000. الالكتريك سبارك معناه ان درجه الحراره وصلت ل 3000. طب وصلت درجه الحراره ل 3000 ازاي يا دكتور يسري؟ ال N2 هيتفاعل مع ال O2 على الهادي كده. N2 و O2 هيتفاعلوا مع بعض ويدوني جاز. الجاز ده اسمه NO. NO يعني ايه يا دكتور يسري؟ قلنا اسمه الحصه اللي فاتت كان اسمه نيتريك اوكسايد. قشطه قشطه. طب انا كده البالانس عندي مظبوط؟ لا، دول N2 ودول O2، يبقى لازم هنا كمان يبقى 2 يا دكتور. قشطه. خلصت البالانس بتاعي. ركز معايا يا عزيزي الله يخليك. الجاز اللي اتكون عندي ده اسمه نيتريك اوكسايد. اكتب اسمه معايا. الجاز اللي اتكون من الرياكشن اللي اسمه نيتريك اوكسايد ده هتكلم عليه دقيقتين معاك علشان هيتكرر كتير معايا لغايه لما اخلص الشابتر بتاعنا. النيتريك اوكسايد جاز ده في حد ذاته هو كالرلس جاز، يعني جاز ملوش لون. انا بعمل الرياكشن ده في تيست تيوب، صح؟ تخيل كده معايا ان النيتريك اوكسايد اتكون جوه التيست تيوب وخرج بره التيست تيوب علشان يقابل بره الاير. الاير بيحتوي على اكسجين جاز، والنيتريك اوكسايد جاز اللي هو ال NO ده بيتلكك عشان يتأكسد. يعني اول لما ال NO ده ما يطلع بره التيست تيوب ويشم ريحه الهواء يروح ال NO ده متأكسد بالاكسجين اللي في الهواء. طب يا دكتور لما يتأكسد بالاكسجين اللي في الهواء ما الاير ده بيحتوي على O2. ال O2 اللي في الاير لما يأكسد ال NO هيبقى NO2 اللي اسمه نيتروجين دايوكسيد ولونه بيبقى ريدش براون. يبقى بيظهر عند حضرتك على وش التيست تيوب حاجه اسمها ريدش براون فيومز اوف نيتروجين دايوكسيد. تعالى كده واحده واحده والله تافهه جدا.
انا بفاعل نيتروجين مع اكسجين واديتهم الكتريك ايه ارك، درجه حراره مستمره، وصلتها لكام؟ ل 3000. اتفاعلوا مع بعض يا دكتور يسري وكونوا لي حاجه اسمها نيتريك اوكسايد اللي هي NO. حلو. النيتريك اوكسايد اللي اتكون جوه التست تيوب ده بيتلكك عشان يتاكسد، هو في حد ذاته كلرلس. اول لما يطلع على وش التست تيوب ويقابل الاكسجين اللي في الهواء، النيتريك اوكسايد ده هيتاكسد وهيبقى نيتروجين دايوكسايد اللي لونه ريدش براون. عزيزي الطالب، يبقى هنا هيبان في الاخر ريدش براون فيومز، بس خلي بالك ان الريدش براون فيومز دي مش هي NO، ده NO بعد ما اتاكسد لما قابل الهواء. جميله جميله يا دكتور. هنعمل ايه تاني؟ هنجيب النيتروجين دلوقتي ونفعله مع ميتالين. ميتال منهم كنا خدناه في ليسون 1 الشابتر ده، وميتال تاني هنعمله دلوقتي. تعال نشوف. هجيب مغنيسيوم ميتال، والمغنيسيوم ده من جروب 2A والفالنسي بتاعته +2، يبقى اول ميتال هفعله مع النيتروجين المغنيسيوم. المغنيسيوم لما يتفاعل مع النيتروجين هينتج ايه يا دكتور لما نسخن؟ على الهادي بقى، مغنيسيوم ونيتروجين، يبقى هيتكون مغنيسيوم نيترايد، يعني مولكيول بين الMg والN. حلو يا دكتور. الMg دي الفالنسي بتاعتها +2 لانها في جروب 2A ميتالز، والN ب-3 يا دكتور. هجيب ده هنا وده هنا، هتبقى Mg3N2. حلو حلو يا دكتور. اللي اتكون ده اسمه ايه؟ اسمه مغنيسيوم نيترايد. يبقى النيتروجين لما بتبقى جزء تاني كده في الكومباوند بيبقى اسمها نيترايد، يبقى اللي اتكون عندي هنا اسمه مغنيسيوم نيترايد. وافكرك واوعى تخاف، والله هعمل لك ريفيجن مجرمه، بس ركز معايا في اللي انا بقوله لك ده. فاكر لما كنا في الشابتر ده في الليسون اللي فات، الليسون 1، لما كنت بتكلم على الالكالي ميتالز؟ يا دكتور، كان مين من ضمن الالكالي ميتالز موجود عندي؟ الليثيوم. ايوه يا دكتور، الليثيوم جروب 1A الكالي ميتال. كنت بقول لك ان الليثيوم اللي هو جروب 1A الكالي ميتال ده كان الالكالي ميتال الوحيد اللي بيقدر يتفاعل مع النيتروجين اللي موجود في الاير من غير حراره، صح؟ يبقى الليثيوم كان الالكالي ميتال الوحيد اللي بيقدر يتفاعل مع النيتروجين اللي موجود في الاتموسفيريك اير. وكان بيكون ايه؟ برضو كان بيكون كومباوند بين الليثيوم والنيتروجين. بس خلي بالك بقى ان الليثيوم +1 والنيتروجين -3، فلما اجيب تكيته وتكيته هتبقى Li3N اللي اسمها ليثيوم نيترايد. يبقى مغنيسيوم ونيتروجين يعملوا لي مغنيسيوم نيترايد. طب وليثيوم ونيتروجين من غير هيت يعملوا لي ليثيوم نيترايد. بص بقى، اللي اتكونوا عندي دول اسمهم ميتال نايترايدز. الميتال نايترايدز دي عايز اقول عليها نوت صغيره وابقى خلصت الحته دي كلها. الميتال نايترايد في حد ذاته لو جيت احطه في شويه ميه هيكون حاجات خدناها مع الليثيوم وهعيدها لك تاني مع المغنيسيوم. هفكرك كده، عندي مغنيسيوم نايترايد وشويه ميه، ايه اللي ممكن يتكون عندي يا دكتور؟ مش الميه دي انت كنت قلت لي انها عباره عن H و OH؟ المغنيسيوم بياخد من الميه ال OH ويعمل لي مغنيسيوم هيدروكسيد اللي هو Mg وهنا OH. ركز معايا بس علشان نعمل الفالنسيز بتاعت كل واحد. المغنيسيوم ده في جروب 2A يبقى ب+2 والهيدروكسيد دي ب-1. اجيب الرقم ده هنا والرقم ده هنا، يبقى في المغنيسيوم هيدروكسيد ال OH لازم احطها بين قوسين كده واكتب كده 2. قشطه قشطه يا دكتور. يبقى المغنيسيوم خد من الميه ال OH وكون مغنيسيوم هيدروكسيد. طب ايه اللي حصل بقى؟ اسمع مني. فاضل لي النتين واتشات. النتين والاتشات دول يكونوا لي مع بعض ايه؟ يكونوا لي مع بعض امونيا جاز ووزن. يعني لما بجيب ميتال نايترايد واحله بشويه ميه بيتكون عندي الميتال هيدروكسيد اللي بيبقى بيزك وبيخلي لون الليتمس بيبر تبقى بلو، وبيتكون معاه شويه امونيا. الامونيا دي بتبقى امونيا جاز. بعد كده نوزن الايكويشن بتاعتنا. ونفس الكلام بيتم مع الليثيوم وهوزن لك، بس تعالى نعمله مع الليثيوم اللي كنا خدناه في جروب 1A في ليسون 1. لو جبت ليثيوم نايترايد ده وحليته بشويه ميه، ايه اللي يحصل؟ الميه برضو عندي عباره عن H و OH. الليثيوم بياخد من الميه ال OH ويكون لي الليثيوم هيدروكسيد. تعالى نرسمه. ادي ليثيوم وادي هيدروكسيد. الليثيوم ده ب+1 والهيدروكسيد دي ب-1. طيب
ما تشيلهاش في المونتاج. الليثيوم ده ببلس 1 والهيدروكسيد دي بماينس 1، لما اجيب ده كده زو زو يبقى الليثيوم هيدروكسيد بيتكتب بالمنظر ده. طب النايه والاتشات بيكونوا لي امونيا جاز يا دكتور يسري. يبقى معلومه عرفتها لنفسي، ان اي ميتال نايترايد لو حليته بشويه ميه هيديني الميتال هيدروكسيد ومعاه امونيا جاز. تعال نوزن بقى، بص كده. علشان توزن ايكويشن زي كده هتاخد منك وقت كبير في الامتحان، فانا هديك هنت صغير تحفظ بيه الوزنه بتاعت الحته دي. مش الليثيوم اخف من المغنيسيوم؟ الليثيوم الاتوميك نمبر بتاعه 3 والمغنيسيوم 12، يبقى الليثيوم اخف من المغنيسيوم. الليثيوم لما تيجي بتحله هنا هتحله بكام ميه؟ الليثيوم لما باجي احله هحله ب3 ميه، يبقى الخفيف هيتحل ب3 ميه. حلوه قوي. طب والمغنيسيوم نايترايد، المغنيسيوم اتقل من الليثيوم، يبقى لما تيجي تحله هتحله بضعف العدد من الميه، يعني ب6 ميه. طب تعالى نوزن كده ونظبط دنيتنا. Mg3N2 يبقى لازم دي تبقى 3 علشان المغنيسيوم تتظبط. قشطه قشطه. مجرد ما خليت دي 3 وانا حاطط هنا 6، فاضل لي في الاخر وزنه الانايه اللي هنا. الانايه دي انايه واحده وهنا عندي انتين، يبقى هحط هنا 2، يبقى اللي فوق اتوزنت. طب تعالى نوزن اللي تحت. ده ليثيوم 3 يبقى لازم الليثيوم هنا يبقى 3، فهحط 3 هنا قبل الليثيوم هيدروكسيد. جميله جميله يا دكتور. طب نكمل. النايه واحده والاتشات والاوهات هتلاقيهم تمام. يبقى حضرتك كده كل اللي انا عملته ان انا حليت، يعني حطيت في ميه مره المغنيسيوم نايترايد ومره الليثيوم نايترايد، اتكون عندي الميتال هيدروكسيد ومعاه امونيا جاز. خلصت الرياكشنز بتاعت النيتروجين جاز اللي كنت فاكر انها كبيره وهتاخد منك وقت. يبقى يلا بسرعه كده. النيتروجين فعلته مع جازين وفعلته مع ميتالين. قول الجمله دي كده لنفسك. قوم دلوقتي وقف على الكرسي ونادي حد من اهلك وقول له النيتروجين فعلته مع جازين وفعلته مع ميتالين. الجازين مع هيدروجين اداني امونيا، مع اكسجين اداني نيتريك اوكسيد اللي هي NO واحده واوزن. طيب يا دكتور الاولاني بيحتاج سبارك اللي هي ايه بس، واللي تحته بيحتاج الكتريك ارك اللي هي درجه حراره مستمره لغايه كام 3000. طب اللي بعده الميتالين اللي عندي مغنيسيوم وليثيوم، هيديني مغنيسيوم نايترايد وليثيوم نايترايد اللي لو جيت احلهم بميه هيكونوا الميتال هيدروكسيد والامونيا جاز. وبكده عزيزي الطالب الحمد لله رب العالمين ابقى ذبحت النيتروجين جاز. ألمه بقى في الورقه اللي قلت لك عليها في الاول اللي اسمها الورقه الذهبيه. ورقه واحده هتروح دلوقتي تجيبها وتجيلي فاضيه ونملاها مع بعض. النيتروجين كله في ورقه جنب السرير ببص عليها بصه قبل ما بنام كل يوم. يلا بص كده. اول حاجه خدناها في النيتروجين كانت البريباريشن بتاع النيتروجين. كانت النيتروجين بتتحضر ازاي يا دكتور يسري؟ في الاندستري كان حوالينا هواء، الهواء ده 78% منه نيتروجين جاز. يبقى كنا بنجيب الهواء ونعرض الهواء ده لبريشر ودرجه حراره قليله، بحول الاير من شكله الجاز للشكل الليكويد، يبقى عندي حاجه اسمها ليكويد اير. الليكويد اير ده بيحتوي على الليكويد نيتروجين والليكويد هيدروجين والليكويد اكسجين، كل مكونات الاير بس ليكويد، وكل مكون منهم عنده بويلنج بوينت مختلفه عن الثانيه، فبفصلهم عن بعض بطريقه اسمها الفراكشنال ديستليشن. بقى عندي النيتروجين بيور لوحده ومش عليا اكتر من كده هنا. ثم التصنيعه اللي في المعمل تقدر تفتكر الايكويشن بتاعتها لوحدك. نيتروجين جاز يبقى لما تيجي تصنعه في المعمل هتجيب NaNO2. فاكر الاخنف ده نيتروجين جاز يبقى اخنف NaNO2 ومعاها الجوكر بتاعنا اللي اسمه امونيوم كلورايد وهستخدمه تاني النهارده. طب NaNO2 مع امونيوم كلورايد هيحصل دبل ديسبيسمنت، البعيد هياخد البعيد يبقى ال Na هتاخد الCl تعمل لي NaCl، والقريب ياخد القريب، الامونيوم تاخد النيترايد تعمل لي امونيوم نيترايد. الامونيوم نيترايد ده بيتلكك يشم ريحه الحراره يتكسر ويديني ايه؟ النتين دول نيتروجين جاز، وبقيه الاتشات والاوهات هيدوني 2 ميه. يبقى انا كده حضرت النيتروجين جاز، وكان بيبقى كولكتد، ومهم قوي الكولكشن بتاعه بحاجه اسمها داون وورد ديسبيسمنت اوف ووتر، يعني بيزق الميه لتحت ويطلع يقعد فوقيها. ليه؟ لان هو كان بيدوب ولا ما بيدوبش في الميه؟ ما بيدوبش في الميه. يبقى النيتروجين جاز ده insoluble in water يعني ما بيدوبش في الميه،
وبيبقى كولكتد بحاجه اسمها داون وورد ديسبيسمنت اوف ايه اوف اير اوف ووتر. انا اسف، خلصنا الحته دي الحمد لله. نخش على اللي بعدها بقى، الكيميكال رياكشنز على الهادي كده. اما اقول لك كيميكال رياكشنز انت اللي هتقول لي مش انا. هجيب النيتروجين وافعله مع جازين اللي هما الهيدروجين والاكسجين. مع الهيدروجين هيديني امونيا جاز، واوزن ان تاني يبقوا هنا لازم يبقوا 2، وعلشان الاتشات تتظبط هنا هيبقى 3. قشطه قشطه. طب درجه الحراره سبارك ولا ارك؟ لا سبارك خفيف اللي هو كام 500. طب الجاز الثاني كان اكسجين N2 مع O2 كانت بتديني حاجه اسمها NO اللي هو نيتريك اوكسايد 2 مولكيولز منه. الجاز ده كان لونه ايه؟ لونه كولرلس، يطلع على وش التست تيوب بيتلكك، لما يقابل الاير يروح متاكسد ومتحول لحاجه اسمها نيتروجين دايوكسايد اللي لونها ريدش براون. قشطه قشطه. طب والميتالين يا دكتور يسري؟ مره مع مغنيسيوم ومره مع ليثيوم. مع مغنيسيوم هيديني مغنيسيوم نايترايد. ارسمه ازاي ده يا دكتور؟ ادي ام جي وادي ان، الام جي ببلس 2 والان بماينس 3، زو ده هيبقى 3 وده هيبقى 2. طب واللي تحته يا دكتور ليثيوم مع نيتروجين هيديني برضو ليثيوم نايترايد ال اي ان، الليثيوم بلس 1 والان ماينس 3 زو هنا بقت 3. اوزن يا دكتور، هحط هنا 3 باوزنه اللي فوق، هحط هنا 2 الاول، بحط هنا 6 باوزنه اللي تحت. الحمد لله رب العالمين انا خلصت ولميت لحضرتك النيتروجين كلها في ورقه واحده. الورقه دي تبقى جنب السرير عزيزي الطالب، وهنبص عليها بصه قبل ما ننام علشان ما تتوهش مني. بقيت الشابتر ايه بقى؟ مش احنا مسكنا النيتروجين وطلعنا بظابيظ اللي يعرفوها؟ بقيت الشابتر كله هتكلم على حاجه اسمها ذا موست فيمس نيتروجين كومباوندز، يعني كومباوندز بتحتوي على النيتروجين اللي هم مين؟ اللي هم امونيا جاز واللي هم نيتريك اسيد. هنمسك كل واحد من دول ونعمل له ورقه زي اللي عملناها من شويه للنيتروجين. يبقى انت في اخر الحصه هيبقى معاك 3 ورقات، ورقه للنيتروجين، ورقه للامونيا، ورقه للنيتريك اسيد. هناخد ايه مع بعض في الامونيا عزيزي الطالب دلوقتي؟ هناخد كل الرصه دي. اولا هحضر الامونيا في الاندستري، ثم هحضر الامونيا في المعمل، ثم هعمل للامونيا تجربه في غايه المتعه اسمها الفاونتن اكسبيرمنت. هطلع من التجربه دي بمواصفات الامونيا الفيزيائيه. بعد كده هعمل ديتكشن تيست للامونيا، يعني هعمل تيست علشان اكتشف بيه الامونيا، ابقى قضيت الامونيا. هنلم الامونيا كلها في ورقه واحده نبقى خلصناها، بس نمشي على بوينت من دول في التفصيل الاول. يلا حبيبي سيب اي حاجه في ايدك وركز معايا في اول نقطه هنتكلم فيها مع بعض، الا وهي البريباريشن بتاع الامونيا في الاندستري. يلا بينا يلا بينا نبدأ مع بعض صديقي رحلتنا مع الأمونيا. وأول حاجة في الأمونيا هنحضر الأمونيا، هنعمل لها بريباريشن. هحضر الأمونيا إزاي يا دكتور يسري؟ عندي تحضيرتين. التحضيرة الأولانية هتبقى في المصنع اللي هو الاندستريال بريباريشن، وكمان شوية هناخد البريباريشن ان لاب اللي هو في المعمل. نبدأ بالمصنع. التحضير في المصنع نفسه بطريقة اسمها هابر بوش ميثود. ايه يا دكتور هابر بوش؟ الاسم ده عليا حفظ؟ احفظ. واحد اسمه بوش، هابر بوش. والله يا دكتور كمل في الكيمياء ما تهزرش تاني. حاضر عزيزي الطالب يلا نكمل. هابر بوش ده بقى يا دكتور يسري رياكشن جديد؟ لا مش هشرحه. ليه؟ لان انا لسه مديه لحضرتك بالظبط من 5 دقايق في رياكشنز النيتروجين. بص كده، بيجيبوا نيتروجين جاز ويعملوا له رياكشن مع هيدروجين جاز. ده من ضمن الرياكشنز بتاعت النيتروجين اللي احنا لسه مخلصينها حالا يا دكتور. ايوه فاكر النيتروجين مع الهيدروجين كانوا بيدوني ايه؟ ايوه كانوا بيدوني الامونيا. ونوزن بسرعه N2 يبقى لازم هنا يبقى 2، يبقى الامونيا 2 امونيا، ولما خليتها 2 امونيا بقى عندي هنا 6 اتشات، يبقى هخلي هنا 3 H2 عشان يبقى عندي 6 اتشات قبل السهم. طب يا دكتور ايه اللي موجود على السهم ده لو فوتت حاجه منه تنقص؟ اول واحده انت اوريدي عارفها، درجه الحراره. مش الهيدروجين ده كان الجاز الخفيف؟ كان بيحتاج الكتريك ارك ولا الكتريك سبارك؟ كان يكفيني الكتريك سبارك اللي بتخلي درجه الحراره 500 ويتكون الامونيا. طب ايه اللي موجود تاني على السهم؟ احنا في مصنع بتاع راجل اسمه بوش الماني، يبقى لازم نستخدم بريشر. اي تفاعل في الكيمياء دي معلومه لنفسك، جاز مع جاز لازم يبقى فيه بريشر، يبقى درجه الحراره 500 وكمان عندي 200 اتموسفيريك بريشر. طب ايه اللي فوق ده يا دكتور
يسري؟ ده الكاتاليست، يعني المحفز بتاع الكيميكال رياكشن ده. بص يا سيدي، عندي 2 كاتاليستس لازم يبقوا موجودين مع بعض، اف اي ومو. في ده اللي هو الايرون، والمو ده اللي هو المولبيديوم، مش مهم اسمه، تكتب لي حضرتك اف اي ومو كاتاليست باختصارهم كده يكفيني، مش لازم تكتب اساميهم. خلصنا الحمد لله رب العالمين التحضيره الاولانيه بتاعه الامونيا في المصنع ولا في المعمل؟ في المصنع بتاع عم هابربوش. نخش بعد كده على الجزئيه اللي بعدها، البريبريشن بتاع الامونيا، بس فين بقى؟ عندي في المعمل. ركز معايا علشان الايكويشن اللي هنعملها بتاعت البريبريشن ان لاب دلوقتي دي عايزها تبقى جزء من قلبك. بنجيب قدام حضرتك اباريتس زي دي. طب يا دكتور ايه اللي بتحطه علشان نطلع امونيا؟ ابتدي معايا رحلتنا من الحته دي. بحط في الجزئيه دي حاجتين زائد بعض، ايه زائد بي. ايه اللي انت هتحطهم ونبدا بيهم ونسخنهم مع بعض يا دكتور؟ هحط امونيوم كلورايد اللي هو سوليد. الامونيوم كلورايد ده اللي كنا برضو حضرنا عن طريقه في المعمل النيتروجين، مش في بريباريشن النيتروجين كنت جبت امونيوم كلورايد وحطيت عليه NaNO2. هنستخدم الامونيوم كلورايد تاني دلوقتي، بس مش في تحضير النيتروجين بقى، هنستخدمه في تحضير الامونيا. طب هتحط عليه ايه يا دكتور يسري؟ هتحط عليه NaNO2؟ لا، انا بحط على NH4Cl NaNO2 وانا بحضر نيتروجين، وفي الاخر هراجع لك والله. وانا بحضر امونيا بحط حاجه اسمها كالسيوم هيدروكسيد. يبقى هجيب الامونيوم كلورايد اللي انا بقول لك ان اسمه بيننا وبين بعض الجوكر. ليه الجوكر؟ علشان بنصنع عن طريقه حاجتين، النيتروجين والامونيا. ظهر في تحضيره النيتروجين في اللاب وظهر في تحضيره الامونيا دلوقتي. طب هنحط على الجوكر اللي هو الامونيوم كلورايد ده ايه؟ هنحط عليه كالسيوم هيدروكسيد اللي ليه كومن نيم مهم قوي قوي قوي. اكتبه معايا عزيزي بايدك، الكومن نيم بتاعه اسمه سليكد لايم. قشطه قشطه يا دكتور. طيب ايه اللي هيحصل؟ شغل دماغك معايا. الكالسيوم والسي ال القريب مع القريب هيكونوا لي سولت. السولت ده هيبقى اسمه كالسيوم كلورايد. طب تعالى كده، الكالسيوم دي بلس 2 والسي ال دي ماينس 1، زو يبقى الكالسيوم كلورايد هيبقى CaCl2. كويس، يبقى السي اي اتفاعلت والسي ال اتفاعل. مين لسه دلوقتي ما كتبتوش في البرودكت؟ بص بقى معايا، ال NH4 دي مع ال OH هيدوني NH3 اللي هي امونيا ومعاها ميه اللي هي H2O. يبقى تاني، ال NH4 اللي هو البعيد في الجوكر مع البعيد في السلاج لايم اللي هو ال OH، ال NH4 مع ال OH بيدوني امونيا اللي انا اوريدي عايزها وميه هتخلص منها. طب يا دكتور الكالسيوم كلورايد ده بيبقى سوليد وبيبقى هنا في التست تيوب وبيطير ايه؟ بيطير عند حضرتك الامونيا اللي هي جاز والووتر اللي لما سخنت بقت موجوده في شكل فيبر. جميل جميل. يبقى تاني والنبي يا دكتور كده دخلني هنا في الاباريتس بتاعك. كلمه اباريتس يعني الجلاس وير، الحاجات الازاز اللي حطيتها في المعمل والخطوات اللي مشيت بيها اسمها بروسيدير. مش مهم اللي انا بقوله ده، ركز بس معايا كده ايه اللي حصل عشان نصنع امونيا واحده واحده. هجيب حاجتين سوليد واسخنهم. ايه الحاجتين السوليد اللي هجيبهم واسخنهم؟ امونيوم كلورايد اللي هو الجوكر ومعاه الكالسيوم هيدروكسيد اللي اسمه سلاج لايم اللي هو بيتفاعل مع الجوكر ويكونوا لي الثلاث حاجات دول. على الهادي بقى، الكالسيوم كلورايد ده هيبقى سوليد وهتلاقيه موجود هنا في الفلاسكه دي. طيب ايه اللي هيطير يا دكتور يسري؟ اللي هيطير قدام حضرتك هنا ويطلع في الجزئيه دي هيبقوا حاجتين. الحاجتين دول اللي هما الامونيا اللي موجوده في شكل جاز والووتر اللي موجوده في شكل فيبر. قشطه قشطه. طب انا بعمل ايه يا دكتور؟ ده انت بتحضر امونيا، يبقى انا عايز افصل الامونيا عن الووتر. ما الامونيا والووتر الاتنين دلوقتي طالعين مشيوا في حاجه اسمها ديليفري تيوب، يعني تيوب بتوصل فلاسكه بفلاسكه تانية. طلع عندي هنا الامونيا والووتر، الكالسيوم كلورايد رسب تحت، الامونيا والووتر طلعوا فوق ومشيوا مشيوا 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 ودخلوا من هنا. دخلوا على ايه بقى يا دكتور؟ انا مش عايز احضر امونيا مش مبلوله، مش عايز الووتر. يبقى لازم نستخدم حاجه عندنا في الكيمياء اسمها دراينج ايجنت. يعني ايه دراينج ايجنت؟ دراينج ايجنت ده بيبقى مركب كيميائي كل وظيفته في الدنيا انه يقفش الميه وينشفك.
يعني لو حطيته على حضرتك وانت مبلول كانه فوطه، كل اللي هيعمله ايه؟ هيمص الميه اللي موجوده دي كلها ويسيبك دراي. يبقى لما بعدي هنا يا دكتور يسري على الكالسيوم اوكسايد اللي انت قلت لي انه دوره دراينج ايجنت، حاجه هتنشف، يبقى الدراينج ايجنت ده كله وظيفته ان الميه والامونيا اللي طالعين فيه ياخد الميه يمتص الميه. طب هو لو امتص الميه ولزقت عليه ايه اللي يطلع هنا يا دكتور ويبقى بيور؟ اللي هيبقى عند حضرتك بيور فوق هنا هي الامونيا جاز فقط. طب بتبقى كولكتد ازاي يا دكتور يسري؟ وده سؤال مهم جدا جدا جدا، ركز معايا فيه. مش الحته دي اوريدي يا دكتور فيها هواء؟ يا دكتور فيها هواء. طيب الامونيا اخف من الهواء، يبقى الامونيا هتزق الهواء تحت وتطلع فوقيه، يبقى الكوليكشن بتاعنا بحاجه اسمها داون وورد ديسبليسمنت اوف ايه، يعني زقيت ايه وقعدت مكانه اوف اير. قشطه قشطه. خلي بالك النيتروجين لما كنت بحضره الحصه اللي فاتت كان بيبقى كولكتد بالداون وورد ديسبليسمنت اوف ايه، اوف ووتر، لكن الامونيا بتبقى كولكتد بالداون وورد ديسبليسمنت اوف اير لانها بتبقى اخف من الهواء، فبتطلع فوق والهواء يبقى موجود تحت. خلصت وحياة ربنا وحياة ربنا فاضل ان انا اوزن الايكويشن اللي قدام حضرتك دي. يلا يا صديقي، علشان الايكويشن اللي قدام حضرتك دي تتوزن هعمل ايه؟ كالسيوم كلورايد 2 يبقى لازم ده يبقى 2. قشطه قشطه. طيب لما ده بقى 2 يبقى الامونيا كمان هتبقى 2، وعشان الاتشات والاوهات تتظبط هتبقى 2، يبقى ده بيطلع منه كبرودكت الرياكشن ده كالسيوم كلورايد و2 امونيا و2 ميه. الامونيا والميه بيمشوا هنا يعدوا على الكالسيوم اوكسايد اللي هو دراينج ايجنت ينشف الامونيا، يعني يمسك الميه فينشف الامونيا، تطلع عندي الامونيا هنا تبقى كولكتد بالداون وورد ديسبليسمنت اوف اير، يعني بتزق الهواء وتقعد مكانه فوق. قشطه قشطه يا دكتور. سؤال بقى بيتسألوا الطلبة دايما في الجزئية دي وما بيبقوش فاهمينه. ايه السؤال يا دكتور؟ السؤال بيقول لك عندنا مادة اسمها concentrated sulfuric acid H2SO4. مالها يا دكتور؟ هقول لك حاجة عنها الأول. مية النار دي هي أشهر دراينج ايجنت في الكيمياء، يعني لما بنحب ننشف أي حاجة في الكيمياء بنعرضها ل H2SO4. ليه؟ هقول لك كده. لو نزلنا اشترينا شوية مية نار وجبت مية النار دي أنا رميتها على وش حضرتك هتتحرقي صح؟ يا دكتور ليه العنف ده؟ هتتحرقي ليه؟ مع ان مية النار اللي انا هرميها على وشك دي درجة حرارتها زي درجة حرارة الغرفة، مش حاجة سخنة ولا حاجة. ده فعلا مية النار مش سخنة بس بتحرقني ليه؟ لان التيشوز بتاعت جسمي بتحتوي على مية، لو شديت الميه من جسمي يتحرق. ايوه جميل جدا. يبقى ميه النار بتحرق جسمي لما بتيجي عليه لانها بتشد الميه اللي في جسمي فالتيشوز بتاعتي تتحرق. نفس الكلام لو حبيت انشف حاجه في الكيمياء بعرضها ل H2SO4 يشد منها الميه ينشفها. طب ليه في الرياكشن اللي كنا بنعمله ده لما جينا ننشف الامونيا ما نشفناهاش باستخدام H2SO4؟ ده احنا دورنا على دراينج ايجنت تاني واستخدمناه اللي اسمه الكالسيوم اوكسايد. وخلي بالك الكالسيوم اوكسايد ليه كومن نيم مهم قوي اللي هو كويك لايم. يبقى الكالسيوم هيدروكسايد سلاج لايم لكن ده كويك لايم. ليه بقى الكويك لايم اللي هو الكالسيوم اوكسايد ده هو اللي نشفنا بيه الميه يا دكتور مش اللي نشفنا بيه الامونيا يا دكتور مش ال H2SO4؟ هقول لك انا هو الامونيا انا محتاج ان انا اعمل لها كوليكشن هنا في شكل NH3، يعني مش عايزها تتفاعل مع حاجه. افرض انا حطيت هنا بدل الكالسيوم اوكسايد H2SO4، ايه اللي يحصل؟ ال H2SO4 هيشد الميه لكن في نفس الوقت ال H2SO4 مش هيسيب الامونيا في حالها. ده ال H2SO4 عندنا من صفاته الكيميائيه ان هو اسيد قوي جدا، والامونيا من صفاتها انها بيزك. لو جبت حاجه اسيدك على حاجه بيزك هيتفاعلوا مع بعض ويكونوا لي سولت. لو جبت الامونيا وحطيت عليها اي اسيد في الدنيا، وهعمل ده كمان شويه كتير في الرياكشنز، الامونيا مع اي اسيد في الدنيا بتكون لي سولت اسمه الامونيوم سولت. يبقى لو جبت NH3
H3 مع H2SO4 هيتكون عندي ال NH4SO4. يعني اللي اتكون عندي ده هو السولت بتاع الامونيوم، ده سولت جزء منه امونيوم. الامونيوم ببلس 1 والسلفيت دي بماينس 2، هجيب ده هنا وده هنا، يبقى الامونيوم سلفيت دايما بتبقى NH4 بين قوسين 2 ثم SO4. يبقى تاني عشان تفهم السؤال ده وتقدر تجاوبه بسهوله، لما نيجي نحضر امونيا في المعمل ليه ما بننشفش الميه دي باستخدام H2SO4 يا دكتور يسري؟ عشان ال H2SO4 هينشف الميه لكن في نفس الوقت هيتفاعل مع الامونيا وهيكون لي حاجه اسمها امونيوم سلفيت اللي هو صولت الامونيوم. حلو. وانا طبعا عايز الامونيا تبقى NH3 ما تتفاعلش مع حاجه، يبقى عشان تنشفها بتستخدم حاجه تنشفها وما تتفاعلش معاها. اللي بينشف الامونيا وما بيتفاعلش معاها الكالسيوم اوكسايد، اللي الكومن نيم بتاعه ايه؟ اللي الكومن نيم بتاعه اسمه كويك لايم عزيزي الطالب. وبكده الحمد لله رب العالمين نبقى حضرنا الامونيا في المعمل وحضرناها من شويه في المصنع. هنعمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ ركز بقى معايا. هنبدأ جزئية جديدة اسمها الفاونتن اكسبيرمنت. ايه الفاونتن اكسبيرمنت دي؟ تجربة النافورة دي من اشهر الحاجات اللي بتتعمل في المعمل للامونيا وبيبقى شكلها جميل جدا 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 عزيزي الطالب، وهنستنتج منها معلومات تخص الصفات الفيزيائية للامونيا. بعد البريباريشن هنبدأ الفاونتن اكسبيرمنت ولكن بعد الفاصل. الفاونتن اكسبيرمنت بتاعت الامونيا عبارة عن ايه يا دكتور يسري؟ وليه بتقولي ان شكلها جميل جدا ولو شفتها في المعمل هحبها؟ حاول تشغل كوزك معايا وتتخيل الاتي. بص بقى، هيبقى عندي فلاسكتين، يعني كونتينر تحت وكونتينر فوق. اتفقنا. هنسمي اللي تحت ده اللور فلاسك وهنسمي اللي فوق دي الابر فلاسك. هنبتدي ازاي بقى؟ لازم اقول لك ايه اللي موجود في اللور فلاسك وايه اللي موجود في الابر فلاسك. بعد كده هنعمل او هندوس على حاجه اسمها ووتر سيرنج متركبه هنا. كل اللي بتعمله الووتر سيرنج دي انها بتخلي اللي موجود في الفلاسك اللي تحت ده يطلع في التيوب الصغيره دي، واول لما يطلع فوق هنا شكله هيتغير او هيحصل فيه حاجه. يبقى تاني كده الفكره كلها بتاعت الاكسبيرمنت ايه؟ ركز معايا. عندي فلاسك تحت وعندي فلاسك فوق. الفلاسك اللي تحت فيها حاجه والفلاسك اللي فوق فيها حاجه تانية. كل اللي هعمله ان في ووتر سيرنج متركبه هنا، هدوس عليها هنزق اللي موجود في الفلاسك اللي تحت يمشي في التيوب الصغيره دي ويطلع على الفلاسك اللي فوق. طب يا دكتور ما تقول لي ايه اللي موجود تحت وايه اللي موجود فوق؟ بص يا صديقي، اللي تحت انت شايف شويه ميه حمراء صح؟ يبقى اللي موجود عند حضرتك الاول في اللور فلاسك اهو حاجه اسمها اسيديفايد ووتر، يعني ميه بس الميه دي اسيدك، يعني حاطين عليها شويه اسيد. قشطه يا دكتور. طب الاسيديفايد ووتر دي لوحدها؟ لا، بنحط على الاسيديفايد ووتر دي حاجه اسمها ليتمس سولوشن. الليتمس سولوشن ده بيبقى سائل بيغير لونه على حسب هو موجود في ميديم ايه. يعني لو موجود في وسط اسيدك لونه بيبقى احمر، لو موجود في وسط بيزك لونه بيبقى ازرق. يبقى تاني كده الليتمس سولوشن ده عباره عن سائل بيغير لونه على حسب الوسط اللي هو موجود فيه. لو اللي حواليه اسيدك لونه يبقى احمر، لو اللي حواليه بيزك لونه يبقى ازرق. طب انا قايل لك ان الفلاسك اللي تحت فيها ايه؟ فيها اسيديفايد ووتر، يعني لونه اكيد هيبقى احمر. يبقى اللي موجود في الفلاسك اللي تحت هنا الاسيديفايد ووتر والليتمس سولوشن. اللون ايه؟ اللون بتاع السولوشن ده كله على بعضه احمر لان هو اسيدك. حلو الكلام. طب يا دكتور يسري ايه اللي موجود عندك في الفلاسك اللي فوق دي؟ الفلاسك اللي فوق دي انا ماليها امونيا جاز. ما هو الفاونتن اكسبيرمنت دي اكيد بتتعمل للامونيا فلازم يبقى ليها دور، فالفلاسكه اللي فوق دي دورها كله ان انا ماليها بامونيا جاز. قشطه. يبقى تاني عندي فلاسكتين، فلاسكه تحت وفلاسكه فوق. اللي موجود تحت اسيديفايد ووتر ومعاها ليتمس سولوشن لونها احمر، اللي موجود فوق امونيا جاز، ومركب هنا ووتر سيرنج بتشتغل بامب بس. اول لما افتحها هينتقل الووتر الاسيديفايد والليتمس سولوشن ده من تحت الى فوق 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 فوق، نيجي عند الطرطوفه هنا يطلعوا. اول لما يطلعوا هنا بقى ايه اللي بيحصل؟
يحصل تفاعل كيميائي بين حاجتين بيموتوا في بعض وبيدوبوا في بعض، الا وهما الامونيا والووتر. ما انا عندي هنا امونيا ومطلع عليها ووتر حمرا كده، صح يا دكتور. الامونيا لما تقابل الووتر ايه اللي يحصل؟ الامونيا تدوب في الووتر بسرعه شديده جدا عزيزي الطالب، وتكون لي حاجه اسمها الامونيوم هيدروكسيد ال NH4OH. وواضح من ال OH اللي قدامك ان الامونيوم هيدروكسيد اللي اتكون عندي ده بيزك ولا مش بيزك؟ بيزك. يبقى استنى بقى، امشي معايا كده بالسهم والالوان. ميه اسيدك لونها احمر، طالعه هنا 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 لونها احمر. هي مين اللي طالعه لونها احمر؟ الميه الاسيدك في الليتمس سولوشن. اول لما طلعت الميه هنا، الميه راحت مقابله مين؟ الميه راحت مقابله امونيا جاز. اول لما الميه قابلت الامونيا جاز هنا طلعت نافوره. النافوره دي نافوره ايه يا دكتور يسري؟ الميه دابت في الامونيا واتفاعلت معاها وكونت لي امونيوم هيدروكسيد اللي هو بيزك. طيب مش الامونيوم هيدروكسيد ده يا دكتور يسري انت بتقول لي ان هو بيزك؟ يبقى دلوقتي الليتمس سولوشن اللي انا حاطه لونه هيبقى ايه؟ لونه هيبقى بلو. يبقى اللي طالع من هنا هيطرطش ده، اللي بيطرطش ده لونه هيبقى ازرق، بلو 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 بلو. اهو البلو اللي طالع هنا ده بلو عزيزي الطالب، بس الشاشه بتعلق اهو، بلو 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 بلو. اللي طالع بلو ده عزيزي الطالب هو الامونيوم هيدروكسيد. الامونيوم هيدروكسيد دي بيزك. اذا اللون اللي طالع هنا بتاع الليتمس سولوشن هيبقى لون ازرق. يبقى ده سحر. احمر ماشي، احمر ماشي، احمر ماشي. اول لما طلع والميه قابلت الامونيا اتكونت حاجه بيزك اسمها امونيوم هيدروكسيد لونها ازرق، فلقيت نافوره زرقاء طالعه هنا. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى الناتج في الاخر ان ال NH4OH ده كون لي حاجه اسمها بلو فاونتن. وكده نبقى خلصنا الفاونتن اكسبيرمنت عزيزي الطالب. كل اللي عايزك تعرفه لنفسك بسهوله قوي، تحت ميه مأسده اسيدك ومعاها ليتمس سولوشن احمر عشان هي اسيد، طلعت حمراء، قابلت امونيا اتفاعلت معاه كونت امونيوم هيدروكسيد اللي هو بيزك لونه ازرق، نافوره زرقاء. خلصناها. ناخد بقى منها شويه حاجات ومن البريباريشن شويه حاجات ونلم مع بعض لما كده للبروبرتيز بتاعه الامونيا على الهادي كده. هو الامونيا ايه هي الجنرال بروبرتيز بتاعتها او الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها؟ نمشي خطوه مع بعض. اول حاجه الامونيا كالرلس، يعني ال NH3 في حد ذاته ملوش لون. جميل يا دكتور. طب بعد كده بقول لك ان ليه بانجنت سميل، يعني ليه ريحه وريحه نفاذه جدا، والريحه بتاعته عزيزي الطالب بتعلق في المناخير. مجرد ما شميت امونيا عمرك ما هتنسى انك شميت امونيا اللي هي نشادر. في المعامل بتاعت كليه صيدله بنشم امونيا كتير قوي في تفاعلات بنعملها، وقالوا لنا في الاخر ان الامونيا دي عزيزي الطالب بتعمل تلف في خلايا المخ. يعني انا شامم كميه امونيا تلفه نص دماغي. عقبالك عزيزي كده ان شاء الله لما تخش كليه صيدله وربنا يكرمك. اذا عزيزي الطالب الامونيا كلرلس جاز بس ليه بانجن سميل. طب فاكر النيتروجين؟ النيتروجين كان لا ليه لون ولا طعم ولا ريحه زي حياتي، يبقى كان اودرلس وكلرلس وتيستلس. لكن هنا في ريحه وريحه مميزه جدا اسمها بانجن سميل، ريحه نفاذه للامونيا اللي هي النشادر. ايه تاني من صفات الامونيا؟ من صفات الامونيا انها لايتر ذان اير. فاكر لما كنا بنعمل لها بريباريشن كنا بنعمل لها كوليكشن، يعني كنا بنلمها بحاجه اسمها داون وورد ديسبيسمنت اوف اير، يعني كانت بتزق الهواء تحت وتطلع تقعد فوقيه لانها اخف منه. يبقى هي على طول لايتر ذان اير، فبتبقى كولكتد بالداون وورد ديسبيسمنت اوف اير. طب بعد كده هنقول انها لا تشتعل ولا تساعد على الاشتعال، يعني it doesn't burn and it doesn't support combustion. لا تشتعل ولا تساعد على الاشتعال. لو جبت ولاعه عزيزي الطالب وقربتها او دخلتها في امونيا جاز هتطفي. يعني الامونيا بيعمل حاجه اسمها في الجلوينج سبلنت حاجه اسمها extinguishing، يعني بيطفيها. يبقى لو جبت جلوينج سبلنت، كلمه جلوينج سبلنت يعني ولاعه، وولعتها وقربتها من الامونيا جاز، الامونيا جاز هيطفيها. عايز تقول ايه تاني يا دكتور؟ لو
جبت الامونيا ودوبته في ميه، الفاونتن اكسبيرمنت يا دكتور، امونيا بلس ووتر بتديني امونيوم هيدروكسيد، يبقى الامونيا بتدوب في الميه جدا 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 وبتكون لي برودكت اسمه امونيوم هيدروكسيد. الامونيوم هيدروكسيد ده بيزك ولا مش بيزك؟ بيزك، يبقى يخلي لون الليتمس سولوشن ازرق. جميله جميله. ثم اخر حاجه بقى هنعملها للامونيا حاجه اسمها الديتكشن تيست. ركز معايا فيه قوي 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 عزيزي الطالب عشان مجرم. على الهادي بقى، لو انا عندي امونيا وانا شاكك فيها، يعني جيت في يوم من الايام كده ومعايا ازازه فيها شويه امونيا وانا شاكك ده امونيا ولا حاجه تانية، اعمل ايه؟ اعمل تيست اسمه ديتكشن الامونيا، حاجه بتدي مع الامونيا نتيجه مميزه وما بتديهاش مع اي حاجه تانية غير الامونيا، يبقى ده اسمه الديتكشن تيست بتاع الامونيا. ايه الديتكشن تيست بتاع الامونيا؟ اسمع مني قصته ماشيه ازاي. اولا بجيب امونيا جاز، ماشي، وبجيب HCl جاز برضو، بس لازم اعرف كل واحد من دول جه منين. ماشي ماشي يا دكتور. ال HCl جاز ده جه من شويه HCl ليكويد، يبقى ال HCl جاز ده السورس بتاعه شويه HCl بس ليكويد، شويه ال HCl ليكويد دول طلعت منهم شويه HCl جاز. حلو قوي. طب يا دكتور الامونيا جاز دي جبتها منين؟ بص كده، هجيب شويه NH4OH اللي هم امونيوم هيدروكسيد. الامونيوم هيدروكسيد ده على طول بيطلع امونيا جاز وميه، يعني الامونيا وميه يدوني امونيوم هيدروكسيد، ولو جبت الامونيوم هيدروكسيد ليكويد ده وسخنته شويه هتلاقيه بينقسم برضو بيديني امونيا وميه رايح جاي. حلو حلو. يبقى الامونيا جايه من امونيوم هيدروكسيد، والاتش سي ال الجاز جاي من اتش سي ال ليكويد. لما يتفاعلوا مع بعض يا دكتور يسري ايه اللي يحصل؟ استنى والنبي. الامونيا بيزك والاتش سي ال اسيد. فاكر من شويه لما جبت الامونيا مع السلفيوريك اسيد ايه اللي حصل؟ اتكون سولت اسمه امونيوم سلفيت، صح؟ هجيب دلوقتي الامونيوم مع الهيدروكلوريك اسيد هيتكون عندي سولت اسمه امونيوم كلورايد. الامونيوم كلورايد اللي بيتكون ده مميز في ايه يا دكتور يسري؟ ركز معايا بقى. الامونيوم كلورايد اللي اتكون عندي ده سوليد، بس مش سوليد عادي، ده سوليد، وهنقول ان السوليد ده اول لما بيتكون بتحصل له عمليه اسمها السبليميشن، يعني سوليد ذات سبلايمز. يعني ايه بقى سوليد وبيحصل له سبليميشن؟ اول لما بيتكون بيتحول من الشكل السوليد للشكل الجاز على طول. يبقى على طول اول لما دول يتفاعلوا هيتكون عندي الامونيوم كلورايد، والامونيوم كلورايد ده بيبقى سوليد بس بيسبلايم. اول لما يتكون على طول يتحول من شكل السوليد لشكل الجاز، وكلمه سبليميشن معناه ان حاجه بتتحول من سوليد لجاز من غير ما تعدي في النص على فيز الليكويد. ما انت متعود ان اي حاجه سوليد تسخنها تبقى ليكويد، تسخن الليكويد يبقى جاز، صح؟ الحاجات اللي بتسبلايمز دي مواد معينه بتتحول من السوليد للجاز من غير ما تعدي في النص على مرحله الليكويد. يبقى تاني الديتكشن تيست بتاع الامونيا ان انا احط عليها HCl جاز هيتكون عندي الامونيوم كلورايد سوليد اللي بيسبلايم على طول، وتلاقي اتكون عند حضرتك وايت فيومز. الوايت فيومز دي بتاعت مين؟ بتاعت الامونيوم كلورايد بعد ما تحول الى جاز. طب الامونيوم كلورايد السوليد ده بيبقى وايت كريستالز، يبقى بيتكون عند حضرتك وايت كريستالز الاول من الامونيوم كلورايد، وفي ثانيتها بتسبلايم وتتحول عندي الى الشكل الجاز بتاعها اللي بتشوف وايت فيومز. اول لما شفت وايت فيومز عرفت ان الاتش سي ال اتفاعل مع امونيا وتكون عندي امونيوم كلورايد. قشطه طلوبي، قشطه يا دكتوري، وبكده نبقى خلصنا الديتكشن تيست. جميله والله العظيم، الامونيا جميله جدا. لميناها، حضرناها مره في المعمل مره في المصنع، وعملنا لها تجربه اسمها الفاونتن تيست، طلعنا الصفات بتاعتها وعملنا لها الديتكشن تيست. فاضل ايه تاني يا دكتور يسري عند حضرتك في ال NH3؟ اليوزز او الاستخدامات بتاعتها في منتهى السهوله اللي في الدنيا. فاكر لما كنت بقول لك ان في الزراعه بنستخدم حاجه اسمها فيرتيلايزرز او اجريكلتشر فيرتيلايزرز؟ ايه يا دكتور الفيرتيلايزرز دي؟ المخصبات بتاعه الارض. النبات علشان ينمو لازم له 3 مواد يبقوا موجودين علشان يقدر يمتصهم من الارض وينمو بسرعه وبكفاءه عاليه. ايه هما ال3 مواد دول؟ الN والبي والكي، النيتروجين والفوسفورس والبوتاسيوم. يبقى الفيرتيلايزرز في الدنيا دايما هتلاقيها بتتكون
من حاجات كيميائيه تحتوي على نيتروجين وتحتوي على فوسفورس وتحتوي على بوتاسيوم. طب يا دكتور ايه علاقه الامونيا بالموضوع؟ هقول لك انا بقى. مش الفيرتلايزر بيحتوي على نيتروجين؟ النيتروجين اللي بيبقى موجود في الفيرتلايزر ده بيبقى جاي من الاتي، بيبقى جاي من حاجه اسمها امونيوم سولتس. دكتور تهت ما تهش، نبات عايزه ينمو هديله فيرتلايزر ان بي كي فيه نيتروجين وفوسفورس وبوتاسيوم. النيتروجين اللي في الان بي كي جاي منين؟ جاي من حاجه اسمها امونيوم سولت، يعني NH4 حاجه سولت من الامونيوم مع حاجه. الامونيوم اللي هو NH4 السولت بتاعه مع حاجه ده بيحتوي على انات ولا ما بيحتويش على انات؟ بيحتوي على الانات، والانات دي هي اللي بتبقى دورها في الفيرتلايزرز انها تقوم النبات على رجله وتخليه يجرو. طب يا دكتور ازاي نحضر الامونيوم سولت؟ بنحضر الامونيوم سولت اللي هو الفيرتلايزر عن طريق ان احنا بنجيب امونيا ونفعلها مع اسيد، وانا لسه عامل الكلام ده من شويه. فاكر من شويه لما جبت الامونيا مع سلفيوريك اسيد عملت لي سولت اسمه امونيوم سلفيت؟ هنجيب نفس اللعبه الامونيا بس مع اسيدز مختلفه على الهادي كده. امونيا ونيتريك اسيد هيتكون عندي سولت لان ده بيزك وده اسيدك، اسم السولت ده امونيوم نيتريت. يتكتب ازاي؟ اسمع مني. الامونيوم اللي هي NH4 حلو، والنيتريت اللي هي NO3 ده بلس 1 وده ماينس 1 زو يبقى دي الفورمه بتاعت الامونيوم نيتريت. يبقى عشان اكون امونيوم نيتريت جبت امونيا وفعلتها مع نيتريك اسيد. الامونيا بتاخد من النيتريك اسيد اتشايه تعمل لي امونيوم يعمل سولت مع النيتريت. في اسهل من كده؟ جميله يا دكتور. طب تعالى نعمل اللي بعده. هجيب الامونيا مع سلفيوريك اسيد. انت مش سمكه، انت انسان، انا لسه عامل الرياكشن ده من شويه. NH3 مع H2SO4. ال NH3 هتاخد اتشات تعمل لي امونيوم اللي هو NH4 ويعمل سولت مع السلفيت اللي هي SO4. بس استنى 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 استنى, استنى. مش الامونيوم دي بلس 1؟ والسلفيت خدناها زمان في البلد. السلفيت كانت ايه يا دكتور؟ كانت ماينس 2. خدناها زمان في الكتاب. جبت دي كيتا وجبت دي كيتا، يبقى لازم حضرتك هنا تحط لي الامونيوم بين قوسين وتحط لي هنا 2. قشطه قشطه يا دكتور. طب اللي بعده لو حابب اكون حاجه اسمها امونيوم فوسفيت هحط على الامونيا حاجه اسمها فوسفوريك اسيد. طبعا انت عارف الاسيدز دول، النيتريك اسيد HNO3، السلفيوريك اسيد H2SO4، والفوسفوريك اسيد خدته مليون مره وانت صغير H3PO4. الامونيا هتاخد من هنا اتش تكون لي امونيوم اللي هو NH4 واكتب معايا. الفوسفيت هتبقى هنا PO4. بس استنى الله يخليك، الامونيوم ده ببلس 1 والفوسفيت دي بماينس 3. لما اجيب ده هنا وده هنا يا دكتور يسري كل ما في الموضوع ان ده هيبقى بين قوسين وهنا 3، يبقى حضرتك كده كتبت امونيوم فوسفيت. كل دول الثلاثه دول اسمهم امونيوم سولتس. طب والامونيوم سولتس دول هم السورس بتاع النيتروجين في NPK فيرتلايزرز اللي بتستخدم في الزراعه. قشطه قشطه. طب هنا في وزنات وزنات سريعه. NH4 2 يبقى هتخلي لي دي هنا 2 امونيوم. NH4 3 يبقى هتخلي لي دي 3 امونيا. وبكده عزيزي الطالب الحمد لله ابقى ذبحت الامونيا زي ما ذبحت النيتروجين من شويه. طب يا دكتور انت لميت لي النيتروجين في ورقه واحده، ممكن تلم لي الامونيا في ورقه واحده لو مش هتقل عليك؟ من غير افوار عزيزي الطالب والله هعمل لك نفس الورقه اللي عملناها للنيتروجين للامونيا، وهنعمل بعد شويه ورقه زيها للنيتريك اسيد. يبقى ليسون 2 كله في 3 ورقات. فارجوك الورق ده مهم. يلا هات لي ورقه بيضه فاضيه كبيره وتعالى لي بقى علشان نملاها كلها من دماغنا. الورقه هي ورقه الامونيا. الامونيا اول حاجه خدناها ليها كان البريباريشن بتاع الامونيا، صنعناها في المصنع وفي المعمل. في المصنع يا دكتور ازاي؟ هابر واحد اسمه بوش، يبقى الطريقه اسمها هيبر بوش. كنا عملنا فيها ايه؟ رياكشن عادي جدا للنيتروجين، جبنا منه الامونيا، جبت النيتروجين جاز وحطيت عليها هيدروجين جاز، وفي المصنع شويه حاجات درجه الحراره 500 اللي هي الكتريك سبارك. قشطه. طب والاتموسفيريك بريشر 200، والكاتاليست لازم تحفظه FeMO. خلصت طلعت عندي ال NH3 كده. عايز اوزن ان 2 يبقى هنا 2 امونيا. طب هنا الاتشات 6 يبقى هخلي دي 3 H2 عشان يبقوا 6 اتشات برضو. خلصت البريباريشن بتاع الاندستري وخدت درجتي كامله. نخش بعده.
بعده في البريباريشن ان لاب اجيب الايكويشن دي من دماغي ازاي يا دكتور؟ هنساها في الامتحان. الامونيوم كلورايد ده بيننا وبين بعض اسمه الجوكر. ماله بقى؟ ده كان موجود في بريباريشن للنيتروجين بحط عليه NaNO2، لكن في بريباريشن الامونيا بحط عليه كالسيوم هيدروكسيد اللي هنكتب بيننا وبين بعض كده ان اسمه المهم جدا السلاكد لايم. قشطه يا دكتور؟ قشطه يا دكتور. طب التفاعل كان بيتم ازاي؟ الكالسيوم مع الCl القريب مع القريب كانوا بيعملوا لي سولت اسمه كالسيوم كلورايد، وده كان بيبقى سوليد وبيفضل مرصب في الفلاسكه الاولانيه. طيب الامونيا مع الامونيوم ده مع الاو اتشات دول بيكون ايه؟ بيكون امونيا NH3 ومبلوله يعني ومعاها شويه ميه. طب ده كان بيبقى امونيا جاز والميه دي كانت بتبقى ميه فيبر. قشطه؟ قشطه يا دكتور. طب نوزن بسرعه. انا هنا عندي امونيوم كلورايد طلعت عندي هنا امونيا، جميل. طب كالسيوم كلورايد Cl2 لازم اخلي دي 2، هيبقى هنا 2 من الامونيوم كلورايد عشان اظبط الCl، والامونيا والميه اللي في الاخر طلعوا 2 و2. طب افكرك بسرعه، الامونيا دي كنت عايز انشفها من الميه صح؟ يا دكتور. يبقى هاجي على جنب كده وهكتب، خلي بالك انا بعلمك ازاي تذاكر، هي المذاكره كده في الدنيا. هتيجي على جنب الامونيا هنا وتقول ان انا هعمل لها دراينج من الميه باستخدام حاجه اسمها كالسيوم اوكسايد. الكالسيوم اوكسايد ده الكومن نيم بتاعه مش ده كان اسمه سلاكد لايم؟ يبقى الكالسيوم اوكسايد هو الكويك لايم. طب الكويك لايم ده كله دوره ان هو بيعمل ايه يا دكتور؟ بينشف الامونيا من الووتر. يبقى عندي الامونيا بيور جاز. طب الامونيا البيور جاز دي كانت بتبقى كولكتد ازاي؟ كانت بتبقى كولكتد بحاجه اسمها داون وورد ديسبليسمنت اوف اير، يعني كانت بتزق الاير وتقعد فوقيه لانها اخف من الهواء. خلصنا خلاص البريباريشن ده وكتبته بايدك ورقه وقلم. نخش بعد كده على الفاونتن اكسبيرمنت. جبت شويه ميه اسيدك وحطيتهم في ليتمس سولوشن لونها كان احمر في الفلاسكه اللي تحت، وفوق في امونيا، وكل اللي عملته ان انا زقيت الميه الحمراء. الميه الحمراء طلعت قابلت امونيا، هتتفاعل معاه لان الميه بتدوب في الامونيا جدا جدا جدا، الدوام بتاع الامونيا في الميه عالي جدا، يكونوا لي حاجه اسمها امونيوم هيدروكسيد اللي هي NH4OH، والايكويشن قدام حضرتك كده موزونه. طب ال NH4OH ده هيخلي اللون يتحول من ايه؟ من ريد هنا الى لون بلو يا دكتور يسري. قشطه؟ قشطه حبيبي. اخر حاجه خالص كانت الديتكشن تيست. فاكره؟ يا دكتور الديتكشن تيست بتاع الامونيا ان انا احط عليها HCl. الامونيا دي جاز والHCl ده جاز، بيتفاعلوا مع بعض ويكونوا لي الامونيوم كلورايد اللي كان بيبقى سوليد كريستالز، وكانت بتتحول على طول الى الشكل الفيبر من غير ما تعدي على الفيز الليكويد، يعني كان بيحصل لها عمليه اسمها سبليميشن وبتشوف في الاخر وايت فيومز. طب نفتكر خدنا رياكشنز ثانيه للامونيا؟ كان اسمها الرياكشنز بتاعه تصنيع الفيرتلايزرز. امونيا وH2SO4 يديني امونيوم سلفيت، امونيا وH3PO4 يديني امونيوم فوسفيت. كل دول اسمهم الامونيوم سولتس، هم دول سورس الN في الNPK فيرتلايزرز. يبقى اتلمت قدام حضرتك في ورقه واحده جنب سريرك تبص عليها بصه، هي ورقه النيتروجين. ايه اللي فاضل لنا بقى يا دكتور يسري؟ بعد دي كده الحمد لله رب العالمين وخدها صوره، هتكلم على اخر حاجه موجوده عندنا في الشابتر ده، الا وهي النيتريك اسيد. ايه بقى موضوع النيتريك اسيد ده يا دكتور يسري؟ الHNO3 همسكه واطلع بظابيزه زي ما عملت في الامونيا هعمل في النيتريك اسيد، هحضر وافعل واعرف صفاته والمه في ورقه واحده. ولكن بعد الفاصل هنتكلم مع بعض بقى في النيتريك اسيد ده على 3 حاجات بس، وهتلاقيه سهل وماشي معاك زي العسل، وهنلمه في ورقه واحده زي اخواته اللي قبله النيتروجين والامونيا. يلا، النيتريك اسيد مشهور قوي في الكيمياء، يحتوي على نيتروجين. الاسيد ده اسمه HNO3. حلو يا دكتور، وخدناه من واحنا اطفال بشرط في المدرسه. هنعمل له ايه بقى؟ بص بقى، دقيقتين هنعمل له بريباريشن، دقيقتين كمان هتكلم على الفيزيكال بروبرتيز اللي هي الصفات الفيزيائيه بتاعته، ثم هنعمل له 2 كيميكال رياكشنز، كيميكال رياكشن مع الميتال وهنشوف التاثير بتاع الحراره عليه. بس كده يا دكتور يسري، نمشي واحده واحده وهتحس ان هو سهل ان شاء الله وملموم، هنلمه في ورقه واحده في الاخر. بس امشي معايا التفصيله بتاعت خطوه من دول. نبتدي بالبريبريشن بتاع النيتريك اسيد. اولا
اللي قبله كلهم كانوا بيتحضروا مره في اللاب ومره اندستريال، الا القمر ده النيتريك اسيد ليه تحضيره واحده عند حضرتك، ان حضرتك هتحضره في اللاب. قشطه. يا دكتور جميل اهو، شكله هيبقى سهل. تعال اقول لك تحضيرته والايكويشن بتاعها ايه، بعد كده نخش المعمل واوريك بنحط الازاز بتاعنا ازاي وبنعمل الرياكشن بتاعنا ازاي. على الهادي، مش انا عايز احضر في الاخر نيتريك اسيد يا دكتور يسري؟ يبقى هجيب هنا حاجتين وافعلهم مع بعض ينتج منهم النيتريك اسيد ومعاه حاجه تانية. اتفقنا؟ اتفقنا. انا بحفظك الايكويشن. هات ايدك كده. اول حاجه جزء النيتريت ده هجيبه في شكل ايه؟ جزء النيتريت ده هجيبه في شكل سولت للنيتريت. سهل جدا ان انا اطلع منه النيتريت اللي هو البوتاسيوم نيتريت. يبقى النيتريت دي جت منين يا دكتور يسري؟ جت من بوتاسيوم نيتريت. حلو قوي. طب والاتشات اللي موجوده في الاتش ان او 3 دي هتتجاب منين؟ الاتشات اللي في الاتش ان او 3 دي لازم تتجاب اكيد من اسيد، لان الاسيد هو اللي بيديني الاتش بوزيتيف. طب ايه الاسيد المشهور اللي اقدر استخدمه؟ اسيد ومشهور يبقى ال H2SO4. يبقى KNO3 مع H2SO4 هيتفاعلوا مع بعض وهينتج منهم الاتي. هاخد من ال KNO3 ال NO3 مع الاتشات اللي من هنا علشان اكون ال HNO3. حلو الكلام؟ حلو الكلام يا دكتور يسري. طب والبعيد مع البعيد ال K مع ال SO4 يكون لي هنا سولت. السولت اللي هيكون ده اسمه KSO4. بس استنى، ال K دي بلس 1 وال SO4 دي ماينس 2، فلما اجيب ده كده وده كده يبقى السولت اللي اسمه بوتاسيوم سلفيت بيتكتب بالمنظر ده K2SO4. بعد كده توزن الايكويشن بتاعتك. يبقى على الهادي هجيب حاجتين افعلهم مع بعض هينتج منهم النيتريك اسيد ومعاه سولت. طب يا دكتور ايه الحاجتين اللي هجيبهم افعلهم مع بعض علشان ينتج منهم نيتريك اسيد؟ ال NO3 دي جايه من بوتاسيوم نيتريت، والاتشات دي جايه من H2SO4. القريب مع القريب عمل لي HNO3 دبل سبستيتيوشن رياكشن عادي، والبعيد مع البعيد كون لي بوتاسيوم سلفيت. ثم اوزن الايكويشن بتاعتي. هتوزنها ازاي يا دكتور؟ بسهوله كده. كل ما في اللعبه ان عندك هنا بعينك كده لقط ان هنا كهتين وهنا كي واحده، فلازم ده يبقى 2. حلو. لو خليت ده 2 يبقى عندي ان تاني، يبقى لازم ده برضو يبقى 2. يبقى حضرتك كده وزنت الايكويشن بتاعتك وحضرت النيتريك اسيد. نخش المعمل بقى عشان نشوف بنحط الازاز بتاعنا الجلاس وير بتاعنا ازاي، وازاي نقدر في الاخر نوبتين بيور نيتريك اسيد، ونقول الاسئله اللي بتيجي في الحته دي. يلا يلا يا صديقي. كل ما في الموضوع ان انا هعمل الاتي. هجيب في المعمل عندي فلاسك بالمنظر ده بصه راسها كده لتحت. قشطه قشطه. وهحط فيها هنا الرياكتنس اللي هيتفاعلوا مع بعض وهسخنهم ونشوف ايه اللي حصل. يلا تقدر انت تقول لي ايه الرياكتنس اللي هيتفاعلوا مع بعض؟ يا دكتور اول رياكتنت هيتفاعل عندي هو ال KNO3. هحطه هنا. هجيب شويه KNO3 موجودين في شكل السوليد واحطهم هنا. يبقى نمبر 1 اللي انا حاطه هنا هو ال KNO3، شويه KNO3 سوليد. حلو حلو يا دكتور. هتحط معاهم ايه؟ هحط معاهم تاني حاجة عندي اللي هي ال H2SO4 اللي هو ليكويد. يبقى تاني حاجة موجودة هنا هي ال H2SO4 اللي هو ليكويد برضو. هيتفاعلوا مع بعض وهينتج ايه؟ انت اللي هتقول مش انا. يلا ونكتب هنا. يلا ال K مع ال SO4 هتعمل لي حاجة اسمها K2SO4 اللي هو اسمه بوتاسيوم سلفيت سولت. والبوتاسيوم سلفيت سولت ده هيفضل موجود هنا جوه الريزورت اللي قدام حضرتك ده. الريتورت اللي قدام حضرتك ده يعني هتلاقي هنا رقم 3 موجود. ال K2SO4 هتلاقيه قاعد معاك في حاجه اسمها الجلاس ريتورت اللي هي باصه لتحت دي، هيبقى قاعد فيها هنا تحت. ليه؟ ال K2SO4 اللي اتكون عندي ده يا دكتور يسري اكوس، يعني هيفضل دايب وهيفضل موجود في الحته دي. قشطه قشطه. طب ايه تاني يتكون؟ القريب مع القريب هنعمل مع بعض الاسيد اللي اسمه HNO3. طب ال HNO3 ده اول لما بيتكون بقى بيبقى ايه؟ خلاص ده اللي هو رقم 3 فضل قاعد عندي في الفلاسكه بتاعتي هنا تحت. طب 4 بقى اللي اتكون ده اللي هو ال HNO3. ركز معايا. ال HNO3 ده اول لما اتكون هنا اتكون في شكل فيبر. جميل جميل. يبقى ال HNO3 اهو هعمله لك في شكل النجمه. النجمه اللي هو ال HNO3 ده طلع في شكل فيبر كده. كلهم فضلوا تحت وهو الوحيد اللي فيبر طلع لفوق.
اول لما طلع لفوق هيلاقي ان الازازه بتاعتي او الفلاسكه بتاعتي اللي بعمل فيها الرياكشن بصل تحت كده. يبقى ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ هيحصل له هنا عمليه كوندنسيشن. يعني ايه كوندنسيشن يا دكتور يسري؟ يعني الفيبر هيتحول لليكويد، واول لما الفيبر ما يتحول لليكويد هتلاقي ان الريتورت بتاعتي بصل تحت كده او الفلاسكه بتاعتي بصل تحت كده، يعني كله هيتلم وهيبقى كولكتد في الفلاسك اللي موجوده هنا اللي بنسميها الريسيفر. والفلاسك اللي اسمها الريسيفر دي بتبقى موجوده في حاجه اسمها كولد ووتر او ووتر باث. كل دور الووتر اللي حواليها ده ان هو يبردها فيسرع عمليه الكوندنسيشن. يبقى ال HNO3 في الاخر بقى اوبتينه في شكل HNO3 ليكويد. في الاول بيبقى فيبر يكوندنس واكولكته هنا في شكل HNO3 ليكويد وخلصت الرياكشن بتاعي. نوزن بسرعه نوزن بسرعه. دي K2SO4 يبقى هحتاج هنا 2. طب يا دكتور لما احط هنا 2 هنا كمان لازم يبقى 2، يبقى انا حضرت النيتريك اسيد. هقول نوتس مهم جدا 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 هتتسالها في الجزئيه دي، ما تخافش مني، هات ايدك وهقولهم لك بالراحه. اول حاجه بيقول لك لما جينا نعمل الفيلم بتاعنا ده عشان نحضر النيتريك اسيد، الفلاسك بتاعتي الاولانيه دي كنت ساددها من فوق بحاجه اسمها جلاس ستوبر، يعني هي مقفوله من هنا بحته ازاز. ماشي يا دكتور، ايه السؤال اللي هتسأله؟ هيقول لك ليه استخدمنا جلاس ستوبر ما استخدمناش رابر ستوبر؟ يعني كان ممكن واحد تاني وهو بيحضر النيتريك اسيد هنا يقفل الفلاسكه دي من فوق بسداده، السداده دي تكون معموله من الرابر. قال لك لا، ما تقفلهاش بسداده رابر، لازم تقفلها بسداده معموله من الجلاس. ليه؟ هقول لك انا مش اللي طالع هنا ده فيبر من النيتريك اسيد اللي هو اسيد قوي؟ يبقى خلال الرياكشن اللي بنحضر منه نيتريك اسيد، النيتريك اسيد ده بيبقى فيبر. واي اسيدك فيبر في الدنيا لو طلع قابل حته رابر هيعمل لها كروجن، يعني هتتاكل بعد كده هتتخرم، يبقى الدنيا باظت. يبقى لازم استخدم جلاس ستوبر هنا، لان الجلاس من صفاته ان هو ما بيتفاعلش مع النيتريك اسيد الفيبر، يبقى الجلاس هيفضل زي ما هو ومش هيتخرم. يبقى تاني السؤال ايه؟ السؤال الاولاني ليه واحنا بنعمل الرياكشن ده يا دكتور يسري لازم نقفل فوق بحاجه اسمها جلاس ستوبر مش رابر ستوبر؟ علشان بيطلع في الرياكشن ده نيتريك اسيد فيبر وده اسيدك فيبر، لو قابل رابر ستوبر هيعمل فيها كروجن تاكل وهتتخرم. عشان كده بقى في الجلاس لا يتاكل لو اتعرض للاسيد فيبر. قشطه قشطه. ثم تاني سؤال المهم قوي عندي في الحته دي، بص الرياكشن ده عشان يبتدي اصلا لازم احط هنا بنزين بيرنر، يعني اي حاجه مصدر للنار تطلع نار عشان يبتدي. يبقى الرياكشن ده بيحتاج هيتنج، صح؟ يا دكتور. تعالى عند المثلث ده واعمل لي 3 نجوم واكتب عليه اكزام. هتتسأل سؤال هنا وهستخدمه قدام كمان شويه وانا بشرح لك حاجه. ليه واحنا بنحضر النيتريك اسيد درجه الحراره اللي هنستخدمها لا تزيد عن 100 درجه مئويه؟ واكتبها بايدك، يعني هسخن بس افضل مراقب درجه الحراره انها ما تزيدش عن 100. ليه؟ افكر كده، اكيد درجه الحراره لو زادت عن 100 هتبوظ لي الهدف اللي انا عامل علشانه الرياكشن ده كله. هو ايه الهدف؟ الهدف ان انا احضر نيتريك اسيد في الاخر. لو زودت درجه الحراره عن 100 النيتريك اسيد ده بيحصل له عمليه اسمها ديكومبوزيشن، يعني بيتكسر بالحراره. يبقى النيتريك اسيد ده علشان يفضل بشكله كده HNO3 لازم درجه الحراره لا تزيد عن 100، لان درجه الحراره لما تزيد عن 100 النيتريك اسيد ده بيحصل له ثيرمال ديكومبوزيشن، يعني بيتكسر بالحراره. وهوريك ده في الرياكشنز بتاعت النيتريك اسيد كمان 5 دقائق. قشطه. يبقى ادينا اهو خلصنا الايكويشن، اتوزنت وشفنا حاطين الحاجات ازاي في المعمل، وقلنا السؤالين بتوع بريباريشن النيتريك اسيد ليه بنستخدم دي جلاس وليه درجه الحراره ما تزيدش عن 100. طب يا دكتور بعد البريباريشن هنتكلم عن ايه؟ البريباريشن اهو الحمد لله رب العالمين اوريدي دان. هتكلم مع حضرتك دلوقتي على الفيزيكال بروبرتيز بتاعه النيتريك اسيد. كلمتين، النيتريك اسيد ال HNO3 ده بيبقى سائل كولرلس، يعني بيبقى كولرلس ليكويد. حلو قوي. طب بالراحه، مش هو اسمه نيتريك اسيد؟
اسيد يا دكتور من غير ما تزعق. طب اي اسيد في الدنيا لو حطيته في ليتمس سولوشن، ده انا لسه واخده معاك من شويه، الليتمس سولوشن اللي كان بيغير لونه على حسب هو موجود في وسط اسيدك ولا بيزك. لون الليتمس سولوشن في الاسيدك ميديم بيبقى ريد، ولون الليتمس سولوشن في البيزك ميديم بيبقى بلو. طيب انا هنا عندي الاتش ان او 3 ده اسيدك ولا بيزك؟ اسيدك، اذا هيحول لون الليتمس سولوشن الى ريد. اي حاجه اسيد بتحطها في ليتمس سولوشن، الليتمس سولوشن ده لونه بيبقى احمر. يبقى الفيزيكال بروبرتيز بتاعت النيتريك اسيد ملوش لون وبيخلي لون الليتمس سولوشن احمر. بس كده بس كده. هنخش دلوقتي على ايه بقى؟ بص بقى، الكيميكال رياكشنز بتاعت النيتريك اسيد ودي نهايته. هنعمل ايه يا دكتور في الكيميكال رياكشنز بتاعت النيتريك اسيد؟ هما تفاعلين على الهادي قوي. اولا هجيب النيتريك اسيد واعرضه لدرجه حراره اعلى من 100 عشان اشوف الحراره بتكسره لايه. قشطه قشطه. يبقى اول رياكشن هنعمله الايفكت بتاع الهيت على النيتريك اسيد. عشان كده لما كنا بنحضره ما كنتش بزود درجه الحراره عن 100. هوريك بقى لو جبت نيتريك اسيد وسخنته في درجه حراره اكتر من 100 ايه اللي هيحصل له. ثم هفعله مع ميتالز ابقى خلصت النيتريك اسيد. طب وريني يا دكتور يسري تاثير الحراره عليه هيبقى عامل ازاي. اولا في التفاعلات بتاعت النيتريك اسيد كلها اللي هعملها، النيتريك اسيد بيخش عندي اربعات. يعني ايه؟ في البالانس دايما هتلاقيه كام مولكيول من النيتريك اسيد؟ 4. قشطه قشطه يا دكتور. ده هنا بس، مش في الدنيا. اكيد النيتريك اسيد ممكن يتفاعل مش باربعات، لكن في التفاعلات بتاعت المنهج اللي عليك السنه دي سواء كانت الثيرمال ديكومبوزيشنز او الثيرمال ديكومبوزيشن او كمان شويه التفاعلات مع الميتالز، دايما هتلاقي النيتريك اسيد عندك بيخش 4. طب يا دكتور يلا هنجيب 4 من النيتريك اسيد، وبعد ما نجيب 4 من النيتريك اسيد هنعمل ايه؟ هنسخن، بس هنسخن عند درجه حراره اعلى من 100. ايه اللي هيحصل فيه؟ واحده واحده بقى. النيتريك اسيد اللي هو HNO3 ده هيتكسر لايه يا دكتور يسري؟ هيطلع لي ووتر، هيطلع لي NO2 اللي اسمها نيتروجين دايوكسيد، وهيطلع لي اكسجين جاز. يبقى فيه 3 حاجات بتطلع منه لما يتكسر. او لما تسخنه هينقط ميه يبقى نزل ووتر، وهيتحول ال NO3 اللي موجوده فيه دي الى NO2 يعني النيتروجين دايوكسيد. طيب وفي الاخر شويه اكسجين جاز بيطلعوا لي. يبقى اتكسر يا دكتور ل2 ميه و4 نيتروجين دايوكسيد ووحده اكسجين. وهقول لك معلومه مهمه قوي 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 في الكيمياء. فاكر لما كنت بقول لك ان اي حاجه في الدنيا تطلع هيدروجين تبقى ريديوسنج ايجنت؟ واي حاجه في الدنيا تطلع اكسجين تبقى الحاجه دي اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى النيتريك اسيد ده اوكسيدايزنج ايجنت ولا مش اوكسيدايزنج ايجنت يا دكتور يسري؟ اوكسيدايزنج ايجنت. يعني ايه كلمه اوكسيدايزنج ايجنت؟ يعني لو جبت حاجه حطيت عليها النيتريك اسيد، النيتريك اسيد ده هيأكسدها، يعني هيبقى اوكسيدايزنج ايجنت. طب يا دكتور يسري اثباتك ان النيتريك اسيد اوكسيدايزنج ايجنت ايه؟ ان انا لو جبت النيتريك اسيد وسخنته هيطلع منه اكسجين جاز، اذا هو اوكسيدايزنج ايجنت. وكمان شويه هنجيب الميتالز وهنحط عليها نيتريك اسيد هيعمل للميتالز اوكسيديشن. قشطه قشطه طلوبي. اذا النيتريك اسيد ده دوره في الكيمياء ان هو سترونج اوكسيدايزنج ايجنتس. اثباتي على ده ايه يا دكتور يسري؟ سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. اثباتي على ده ان انا لما سخنته طلع اكسجين جاز، ولما بحطه على الميتالز بيعمل للميتالز عمليه اوكسيديشن. سو ات اوكسيدايز الايه؟ الميتالز. جميل جميل. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي يا دكتور يسري؟ هنخش في التفاعل الثاني بتاع النيتريك اسيد. ايه التفاعل التاني بتاع النيتريك اسيد؟ هجيب النيتريك اسيد وافعله مع ميتالز، بس دي قصه هتاخد مني 10 دقايق. فضي لي نفسك كده وتعالى لي وهات لي ورقه بيضه، علشان هنجيب النيتريك اسيد ده مره دايليوتد ومره كونسنتريتد، يعني مره مخفف ومره مركز، وهفعله مره مع ميتال قوي ومره مع ميتال ضعيف، ولكن بعد الفاصل. بسم الله. التفاعل المهم قوي 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 عندي واخر تفاعل عندنا في الشابتر كله، تفاعل النيتريك اسيد مع الميتالز بانواعها المختلفه. على الهادي بقى، بص بقى،
الجزئيه دي عايزك تقفل على نفسك الباب دلوقتي وتعملها معايا وتفهم القصه وتدخلها جوه قلبك وتركز في الايكويشنز اللي هرسمها واكتبها قدام حضرتك دلوقتي بالبرودكتس اللي فيها. تحفظ الايكويشنز الاول من غير بالانس وبعد كده هنوزنها بسهوله. اتفقنا يا دكتور، مش هتتذاكر غير زي ما قلت لك كده. يلا اقفل الباب عليك دلوقتي وركز معايا عشان الكلمتين دول بيني وبينك. بص يا سيدي، الميتالز اللي هتتفاعل مع النيتريك اسيد دي، دايما الميتال لما بيتفاعل ويكون كومباوند الميتال بيلوز الكترونز. متفقين. الميتال لما يلوز الكترونز يبقى الميتال حصل له عمليه اسمها عمليه الايه؟ الاكسيديشن. فالميتال دايما هيبقى الريديوسنج ايجنت، الحاجه اللي بتلوز الكترون، يعني الحاجه اللي بيتعمل لها اوكسيديشن عشان تكون كومباوند. جميل. هل الميتالز كلها يا دكتور يسري في قوه بعض؟ لا عزيزي الطالب، في حاجه اسمها الرياكتيفيتي سيريس بتاعت الميتالز. مرتبين الميتالز اللي في الدنيا بالترتيب اللي انت شايفه قدام حضرتك ده، ما تفوتش منه كلمه. اللي فوق ميتالز رياكتيف قوي، يعني ميتالز بتلوز الالكترونز بسهوله، بيحصل لها اوكسيديشن بسهوله، يعني ريديوسنج ايجنتس اقوياء. يبقى اللي فوق عندهم ريديوسنج بروبرتي عاليه واللي تحت عندهم ريديوسنج بروبرتي قليله، بيلوزوا الالكترونز بس اقل من اللي فوق. طب يا دكتور احفظ ازاي الترتيبه بتاعت الرياكتيفيتي سيريز بتاعت الميتالز دي عشان هتحتاجها السنه الجايه وهتدعي لي عليها والله العظيم. هنعملها في شكل قصه، هحفظك الميتالز من فوق لتحت وهنحط في النص اتش. في حاجات هتبقى مور رياكتيف وحاجات هتبقى ليس رياكتيف عن الهيدروجين. طب يا دكتور يسري حفظها لي كده. بص يا سيدي، القصه كالاتي. رحت انا دلوقتي عملت كنكه قهوه من بن جديد لسه جاي لي هديه وبجربه. يبقى عملت ايه؟ كنكه. يبقى اول حاجه عندي اهي كنكه. الله، يبقى كنكه اهي، بوتاسيوم صوديوم كالسيوم. بعد ما عملت الكنكه من البن الجديد، الكنكه دي فيها حاجه مش مظبوطه، القهوه دي دوختني، عملت دماغ، لقيت نفسي كده مش مظبط، فعملت ايه؟ عملت مجال. يعني بعد الكنكه MgAl اللي هي مغنيسيوم والومنيوم مجال. طب يا دكتور لما عملت مجال من القهوه الجديده دي قعدت تعمل ايه في الاوضه لوحدك ومحدش شايفك؟ جبت قلم رصاص وجيت عند راسه كده وقعدت اعمل كده يعني قعدت ازن في سن الرصاص اهو، زن في سن البي بي اللي هو الرصاص الليد. يبقى كنكه، مجال، زن في سن الرصاص، دول اللي فوق الهيدروجين. حلو. طب يا دكتور اللي اقل من الهيدروجين اللي هنعتبرهم ميتالز تحت في الرياكتيفيتي سيريس، هتحفظ معايا الاربعه دول في قصه الجوازه. عايز الطالب عايز اتجوز وانا صغير طبعا، يعني رحت عشان اتقدم للعروسه. دخلت اول حاجه وانا لسه مش مكون نفسي، جبت لها شبكه كبر. الله، شبكتها يا دكتور كبر؟ لا، ابوها قال لي لا بنتي ما تشبكهاش بكبر يا معفن. رحت كونت نفسي اكتر، جبت لها شبكه سيلفر. قال لي بنتي ما تشبكهاش بسيلفر يا معفن. كونت نفسي اكتر وجبت لها ذهب من اللي غلي. قال لي ايوه كده، خد البت. يبقى كبر، سيلفر، جولد، بلاتينم اللي هو بت. يبقى تاني، كنكه، مجال، زن في سن الرصاص، هيدروجين. بعدهم كوبر، سيلفر، جولد، بلاتينم. حلو. حفظتهم يا دكتور وعرفت ان دول ميتالز مور رياكتيف وان دول ميتالز ليس رياكتيف. طب تعالى بقى كده واحده واحده تشوف هنعمل ايه. احنا فين اصلا؟ احنا هنفاعل ميتال مع مين؟ مع نيتريك اسيد. حلو يا دكتور. مره هجيب ميتال في الرياكتيفيتي سيريس يعتبر فوق الهيدروجين اللي هو الايرون، ومره هجيب ميتال اللي هو الكوبر ده ميتال تحت الهيدروجين. يبقى مره ميتال مور رياكتيف ومره ميتال ليس رياكتيف. وكل ميتال من دول هجيبهم دلوقتي هحط عليه نيتريك اسيد. النيتريك اسيد اللي هحطه عليه مره هيبقى دايليوتد يعني مخفف، ومره هيبقى كونسنتريتد يعني مركز. قشطه. تعال نشوف. هجيب الايرون اللي هو ميتال فوق وهحط عليه نيتريك اسيد وهكتب تحتها لازم كلمه دايليوتد، لان انا هعمل الرياكشن مره مع النيتريك اسيد وهو دايليوتد ومره مع النيتريك اسيد وهو كونسنتريتد. تعال نشوف ايه اللي هيتكون عندي. دي بقى اهم لحظه في كل السلايد دي. كل رياكشنز النيتريك اسيد مع الميتالز هينتج منها 3 حاجات. اكتبهم معايا بايدك ارجوك والله هتلم بيهم كل ده. هيتكون 3 حاجات. اول حاجه هتبقى سولت، ماشي. تاني حاجه هتبقى ووتر.
تالت حاجه هتتكون هتبقى جاز، وهنلعب كله هنلعب في الجاز ده. يبقى تاني اي رياكشن هعمله دلوقتي هينتج منه 3 حاجات، الميتال مع النيتريك اسيد هينتج منه 3 حاجات، هينتج منه سولت، هينتج منه ووتر، هينتج منه جاز. بالراحه، ال HNO3 دي لسه قايل لك من شويه انها سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، يعني اوكسيدايزنج ايجنت قوي، والايرون ده ميتال رياكتيف، بس خلي بالك انا جايب ال HNO3 دلوقتي دايليوتد يعني مخففه. تقدر انت مش انا تستنتج السولت والووتر والجاز؟ يا دكتور نقدر، على الهادي كده. ايرون مع NO3 يبقى السولت اللي هيتكون هيبقى سولت بين الايرون اهي والNO3 اهي. الايرون الفالنسي بتاعته بكام يا دكتور يسري؟ الترم الجاي اللي هو في سنه ثالثه ثانوي بقى ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك، هتاخد ان الايرون ممكن يبقى بلس 2 ممكن يبقى بلس 3. في الحاله دي الايرون بلس 3، يبقى الايرون اهو بلس 3 والNO3 دي دايما بتبقى بماينس 1. هجيب ده هنا واجيب ده هنا، هيتكون عندي المنظر اللي قدام حضرتك ده اللي اسمه فيريك نايتريت. الايرون لما يبقى Fe بلس 3 بيبقى اسمه فيريك، Fe بلس 2 فيرس، مش مهم، ده اسمه فيريك نايتريت. حلو يا دكتور. طب بيتكون مع السولت ايه؟ خلاص انا اتكون عندي سولت، هيتكون مع السولت ووتر، وهيتكون مع الووتر جاز. تقدر تقول لي الجاز اللي هيتكون استنتاج كده؟ والله يا دكتور في انات وفي اوهات، يبقى الجاز اللي هيتكون هيبقى جاز فيه NO. صح، الجاز اللي هيتكون هنا هيبقى NO واحده اللي اسمها نيتريك اوكسايد. حلو. الجاز ده هتيجي تحته كده وتكتب بعد اذنك معايا نيتريك اوكسايد جاز. طب النيتريك اوكسايد جاز ده لونه كان بيبقى ايه يا دكتور يسري؟ كالرلس، يعني اللي هيتكون جوه التست تيوب هنا جاز، الجاز اللي اتكون هنا اللي هو ال NO ده لونه كالرلس ملوش لون. طيب ال NO جاز اللي هو كالرلس ده كنت قلت لك عنه حاجه من ساعه كده، ان الجاز ده اول لما يطلع ويقابل بره الاير، ال NO لما يقابل الاير هيتحول على طول الى NO2 اللي اسمه نيتروجين دايوكسايد، والنيتروجين دايوكسايد ده لونه كان ريدش براون يا دكتور يسري. يبقى اتكون عندي جوه التست تيوب جاز اللي هو النيتريك اوكسايد لونه كالرلس، يعني مفيش لون اتكون جوه التست تيوب. اول لما الجاز ده طلع على الوش بتاع التست تيوب قابل الهواء، اتاكسد الجاز ده من الهواء وتحول الى NO2. يبقى لو سالتك ايه الجاز اللي بيتكون هتقول لي ايه؟ هتقول لي نيتريك اوكسايد يا دكتور يسري. نيتريك اوكسايد اللي هو ال NO الكالرلس بيتاكسد بالهواء، بقى ال NO2 ده موضوعه هو. جميل. دي دورها اوكسيدايزنج ايجنت، اكسدت الايرون الى ايرون نايتريت. حلو الكلام. سولت ووتر وجاز، الجاز اللي بيطلع بيبقى نيتريك اوكسايد في حاله ان ال HNO3 ده كان دايليوتد ولا كونسنتريتد؟ دايليوتد. حلو قوي يا دكتور. الاول عايزك تذاكرها من غير بالانس، وفي الاخر هنوزن. ممكن يا دكتور. طب نكمل وفي الاخر هوزن. يلا اللي بعده هجيب كوبر يعني ميتال اقل من الهيدروجين في الرياكتيفيتي سيريس، وهفعله مع النيتريك اسيد، وبرضه هجيب النيتريك اسيد دايليوتد، يعني زي ما جبته هنا دايليوتد النيتريك اسيد برضه هنا مخفف يعني دايليوتد، وفعلته مع كوبر. ايه اللي هيتكونوا؟ 3 حاجات قولهم والنبي. سولت اللي هيبقى كوبر نايتريت، ما الكوبر كوبر بلس 2 والنايتريت نايتريت ماينس 1، زو يبقى السولت اللي هيكون عندي هيبقى اسمه كوبر نايتريت. وادي الووتر، والجاز اللي هيطلع اتفقت معاك طول ما النيتريك اسيد دايليوتد يبقى الجاز اللي طالع هيبقى نيتريك اوكسايد. الله يا دكتور، والنيتريك اوكسايد ده بيبقى جاز لونه ايه؟ لونه كالرلس يا دكتور يسري. يعني جوه التست تيوب هيطلع جاز لونه كالرلس، واول لما الجاز اللي اسمه ال NO الكالرلس ده ما يتكون يطلع على وش التست تيوب يقابل الاير يتحول الى NO2 اللي لونه ريدش براون، زي اللي حصل هنا بالظبط. يبقى ال HNO3 لما تبقى دايليوتد مع الميتال، سواء كان الميتال ده فوق او الميتال ده تحت، بيتفاعل معاه وبيدي سولت ووتر NO دي اللي هي ايه؟ نيتريك اوكسايد اللي لونها كالرلس جاز. حلو يا دكتور. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجرب ال HNO3 دي بقى بدل ما تبقى دايليوتد يعني مخففه، هفاعل نفس التفاعل بس وهي كونسنتريتد يعني مركزه. يعني هجيب نفس الكوبر
وهحط عليه ال HNO3، بس هحط عليه ال HNO3 المره دي وهي ايه؟ ركز واعمل خط تحت دي اللعبه كلها فيها. يعني ال HNO3 دلوقتي هتبقى كونسنتريتد مركزه، يعني اوكسيدايزنج ايجنت قوي وفي نفس الوقت مركز. ايه اللي يحصل؟ هيتكون عندي 3 حاجات ومش بغير كلامي. انا عزيزي الطالب ما بغيرش كلامي. سولت، ووتر، جاز. ايه السولت اللي يتكون؟ كوبر نايتريت، ثم ووتر، ثم جاز. بس الجاز هنا هيختلف. ايه بقى اللي هيحصل؟ اللعبه كلها في الحته دي ان ال HNO3 اللي هو اوكسيدايزنج ايجنت لما اجيبه كونسنتريتد يعني مركز، الجاز اللي هيطلع هنا هيحترم ان في اوكسيدايزنج ايجنت مركز موجود. يعني الجاز اللي هيطلع هنا هيبقى متاكسد للاخر، بدل ما يطلع NO زي ما انت كنت بتعمل في حاله الدايليوتد، لا هيطلع الجاز NO2 يعني متاكسد للاخر خالص، اعلى حالات الاكسيديشن. قشطه قشطه. يعني تكون عندي هنا نيتروجين دايوكسيد جوه التست تيوب نفسها. يعني الجاز اللي طلع جوه التست تيوب دلوقتي هو ال NO2. طب ال NO2 ده لونه ايه؟ ريدش براون. يبقى في الحاله دي في حاله الكونسنتريتد نيتريك اسيد الاختلاف الوحيد ان الجاز اللي بيطلع ده بيبقى NO2 مش NO بس، وبيبقى لونه ايه يا دكتور يسري؟ ريدش براون من جوه التست تيوب، مش مستني يطلع ويتاكسد زي اللي قبله، لا ده جوه التست تيوب لونه ريدش براون. جميله يا دكتور يسري، حلوه الايكويشنز دي، بس فاضل حاجه. ايوه استنتجها انت. هتجيب بقى دلوقتي الايرون اللي هو ميتال في الرياكتيفيتي سيريس عالي فوق الهيدروجين، وهتفاعله مع HNO3 اللي هو اوكسيدايزنج ايجنت قوي بس كونك. ده انا متوقع يا دكتور ان الرياكشن ده هيكسر الدنيا. ده انت جايب ميتال في الرياكتيفيتي سيريس فوق ومفعله مع اوكسيدايزنج ايجنت وهو كونك. ايه اللي هيطلع؟ مش هيطلع حاجه. يعني ايه يا دكتور مش هيطلع حاجه؟ يعني بص بقى القصه وما فيها الاتي، ركز معايا في الحته دي الله يخليك. انا جايب حته ايرون، صح عزيزي الطالب؟ وبفاعل الايرون ده مع HNO3 اللي هو مركز وهو اوكسيدايزنج ايجنت قوي. ايه اللي هيحصل وليه رياكشن مش هيكمل او مش هيتم؟ ركز معايا بقى. الايرون اللي انا جايبه ده تخيل معايا كده، هرمي عليه اهو HNO3 كونسنتريتد واشوف ايه اللي هيحصل فيه. جبت الايرون رميت عليه HNO3 اوكسيدايزنج ايجنت قوي وكونسنتريتد. ال HNO3 الكونسنتريتد دي اوكسيدايزنج ايجنت تاكسد الايرون ده لايرون اوكسايد Fe2O3. يعني هيتكون على السيرفيس بتاع الايرون هنا Fe2O3 اللي هو ايرون اوكسايد. يبقى تاني جبت حته ايرون ورميت عليها HNO3 بس مركز، اوكسيدايزنج ايجنت مركز، هيأكسد الايرون ده الى ايرون اوكسايد اهو، ايرون اوكسايد. طب الايرون اوكسايد ده يا دكتور يسري هتحفظ معايا ان هو نون بورس لاير، يعني طبقه وما فيهاش خرام حوطه الايرون. يبقى الطبقه الخارجيه للايرون اتفاعلت مع ال HNO3 وتكون عندي ايرون اوكسايد اللي هو نون بورس لاير حوطه الايرون اللي لسه ما اتفاعلش ومنعت التفاعل ده ان هو يستمر. يعني يا دكتور الاف اي ده حته حديد كده، اللاير اللي بره فيها كلها اتفاعلت مع ال HNO3 وتحول الايرون ده لايرون اوكسايد. يبقى حته الحديد صدت، يعني حته الحديد دلوقتي جواها لسه في اف اي ما اتفاعلش، ومن بره بقت في لاير من الايرون اوكسايد اتكونت منعت الحديد اللي جوه ده انه يكمل التفاعل مع ال HNO3. يعني تكون عندي ميتال اوكسايد والرياكشن ما كملش، وبيطلق على ده ظاهره اسمها الباسيفيتي فينومينا. يعني ايه يا دكتور الباسيفيتي فينومينا؟ لما نجيب قوي مع قوي، يعني لما نجيب ميتال اعلى من الهيدروجين في الرياكتيفيتي سيريس ونفعله مع HNO3 اوكسيدايزنج ايجنت وكونسنتريتد، الميتال بيتاكسد الى ميتال اوكسايد. ده ما بيحصلش هنا، ده بيحصل فقط لما الميتال يبقى فوق الهيدروجين في الرياكتيفيتي سيريس، يعني ميتال قوي يتاكسد ويكون لاير من الميتال اوكسايد تمنع الرياكشن ان هو يستمر، ويطلق على دي الباسيفيتي فينومينا. انا خلصت لسه هوزن، انت هتذاكرها الاول كده من غير وزن ثم نوزن. طب يا دكتور انا ذاكرتها كده، الميتال لما بفعله مع نيتريك اسيد، والله النيتريك اسيد لو دايليوتد هيكون سولت ووتر
NO. لو النيتريك اسيد كونسنتريتد سولت ووتر وNO2، ولو قوي مع قوي يعني ميتال زي الايرون مع HNO3 بس كونسنتريتد، هيتكون ميتال اوكسايد وهيمنع الرياكشن ان هو يكمل. تيجي نوزن بقى علشان الوزن هي اللي هتفرق معاك علشان تحس ان دنيتك سهله. اسمع مني، الوزن ملوش علاقه بكون ال HNO3 ده دايليوتد ولا كونسنتريتد، ده بالانس، بوزن المعادله علشان تطلع البرودكتس دي. طب يا دكتور الوزن هتبقى ازاي؟ عشان ما تاخدش منك وقت في الامتحان، انت ذاكرت البرودكتس من غير وزن صح؟ سولت ووتر وجاز، والجاز ده نوعه بيختلف على حسب ده دايل ولا كونك. يبقى علشان توزن لازم تعمل الاتي بقى على الهادي. والله يا دكتور يسري انت قلت لي حاجه كده سهلت لي حاجه، ان الرياكشنز بتاعت النيتريك اسيد اللي عليا في منهج السنه دي بتاع ثانيه ثانوي دي كلها لما اجي اوزنها بحط قبل النيتريك اسيد 4 صح؟ مش في الثيرمال دي كومبوزيشن لما جينا نكسر النيتريك اسيد حطيت قبله 4 عزيزي الطالب؟ احط هنا 4 على الهادي. الايرون عشان يكون ايرون مع HNO3 ويكون هنا ايرون نيتريت ووتر وNO. ركز كده، دول 4 انات ودي النايه، يبقى لازم ده احتاج منه 4 صح؟ صح يا دكتور يسري. يبقى حطيت 4 هنا من النيتريك اسيد. لما حطيت 4 هنا من النيتريك اسيد علشان اكمل الوزنه بتاعتي، الانات مظبوطه هنا 3 وهنا 1 يبقى 4، والاوهاب مظبوطه، فاضل ال H2O دي عشان تتظبط، دول 4 اتشات وهنا 2، يبقى هتحط لي هنا 2. انت كده وزنت. يبقى تاني الوزنه بتبتدي من ان انت تحط لي 4 نيتريك. ما انت قلت لي يا دكتور ده الهنت دايما في رياكشنز النيتريك بتاعت السنه دي سواء كان مع ميتال او ثيرمال دي كومبوزيشن بيبقوا 4. هحط هنا 4 هلاقي الانات اتظبطت والميه هتحتاج ان انا احط لها هنا 2. طب اللي بعده ده ملوش اصلا بالانس، يعني على طول هتكون ميتال اوكسايد. طب اللي بعده ده كوبر مع نيتريك، ده الاكسبشن الوحيد اللي عندنا في كل رياكشنز النيتريك. في الحاله دي النيتريك لما يبقى مع الكبر وهو دايل، هتحتاج منه عدد كبير شويه مبالغ فيه. هتحتاج كام؟ هتحتاج 8، وفي الحاله دي الكبر هتبقى 3. طب يا دكتور هنحط علشان نوزن هنا 3 كبر عشان الكبر تظبط. طب ظبطت الكبر، عايز اظبط الانات، عندي هنا يا دكتور 8 من ال HNO3. طب يا دكتور ال 8 من ال HNO3 دي هتطلع كام NO عندي هنا؟ ال8 من ال HNO3 عندي هنا 3 في 2 6، يعني في 6 انات طلعوا، فاضل لي 2 يبقى ال NO هنا هتبقى 2. طب عشان نظبط الاتشات عندي هنا 8 اتشات وعندي هنا اتش تاني، يبقى هحط هنا 4. يبقى حضرتك كده ظبطت البالانس بتاع الايكويشن دي. طب اللي بعدها النيتريك اسيد ده يا حبيب قلبي، كل ما في اللعبه نرجع لقاعدتنا، هنبتدي بيه 4 هنا طلع هنا كوبر نيتريت خدت منه 2، فاضل لي 2 احطهم هنا. طب عشان اظبط الميه هحط هنا 2. يبقى انا كده ظبطت البالانس بتاعهم كلهم، ذاكرتهم الاول بدون بالانس ثم ذاكرتهم بعد كده ببالانس. ظبطت معايا ما ظبطتش؟ اهم حته هتتسال فيها، لو النيتريك اسيد دايل الجاز اللي طالع ايه؟ كولرلس NO. لو النيتريك اسيد كونك الجاز اللي طالع ايه؟ NO2. ما عدا الايرون مع النيتريك اسيد الكونك بيكون ميتال اوكسايد وحاجه اسمها باسيفيتي فينومينا بتحصل والرياكشن ما بيكملش. هقول هنت صغير قوي 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 ممكن تتسال عليه. بص كده يا صديقي، هيسيب كل اللي انا عملته ده ويسالك على الاكسيديشن نمبر بتاع النيتروجين حصل فيه ايه؟ ايه ده؟ فعلا بالراحه كده. هنعمل في حاله الدايل وفي حاله الكونك، وركز معايا. في حاله الدايل ال HNO3 ال N الاكسيديشن نمبر بتاعها ببلس 5، هاجي اعملها كده باللون الايه الاحمر اهو. ال N هنا يا دكتور يسري ببلس 5 وعلم عليها ال N بتاعت ال HNO3 ببلس 5. طب ال N هنا انا قلت لك في حاله الدايل الجاز اللي بيطلع بيبقى NO. ال N بقى بتاعت ال NO خدناها. ال N دي الاكسيديشن نمبر بتاعها ده بماينس 2، تبقى ال N هنا ببلس 2. فبدل ما يقول لك ايه الجاز اللي بيطلع لو استخدمت دايل نيتريك مع كبر فانت تقول له NO، يقول لك ايه الاكسيديشن نمبر اللي بيطلع للجاز لما تعمل اوكسيديشن لكبر بدايل NO. فانت تبقى عارف ان الجاز اللي طالع ده NO اللي الاكسيديشن نمبر بتاعت النيتروجين فيه بلس 2. جميله. طب في حاله الكونك نفس الكلام، ال N بتاعت ال HNO3 ببلس 5، الرقم ده ما بيتغيرش سواء كانت دايل او كونك. ال N الاكسيديشن نمبر بتاعها ثابت في ال HNO3. طب هنا اتحولت ال N من بلس 5 الى ايه في ال NO2؟ ال N بتاعت ال NO2 الاكسيديشن نمبر بتاعها ببلس 4 يا دكتور يسري. حلوه قوي. يبقى بدل ما يقول لك ايه الجاز اللي طالع لو استخدمت كونك مع الكبر فتقول له NO2، يقول لك الاكسيديشن نمبر بتاعت ال N في الجاز ده
كام؟ تقول له بلس 4، فانت تبقى رابط ده بالاكسيديشن نمبرز. بس كده هو ده الهنت الصغير. لمينا كل دي الحمد لله رب العالمين في ورقه واحده، يعني الرياكشنز بقت ملمومه قدامي، عملتها الاول من غير بالانس وبعد كده عملتها ببالانس. هنعمل ايه بقى يا دكتور دلوقتي؟ زي ما وعدتك، كلام النيتريك اسيد كان كتير، هنلمه في ورقه واحده زي اخواته بتاعه النيتروجين وبتاعه الامونيا. هتجيب لي دلوقتي ورقه بيضه وقلم، هتعمل بوز للفيديو وتروح تجيبها، ودي الورقه الثالثه اللي هتبقى جنب سريرك النهارده. عملت بوز ورحت جبت الورقه، يلا بقى هنلم النيتريك اسيد كله في ورقه واحده انا وانت عزيزي الطالب. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. كان بيتحضر ازاي زفت الطين ده؟ كان ليه بريباريشن لاب وكان ليه بريباريشن جوه المصنع؟ لا، كان ليه بريباريشن لاب بس يا دكتور. طب كنا بنجيب ايه؟ كنا بنجيب KNO3 اللي بناخد منها ال NO3 مع H2SO4 اللي هناخد منها الاتشات، دول لما بيتفاعلوا مع بعض بدون بالانس ونبقى نوزن في الاخر الاتش مع ال NO3 هتعمل لي النيتريك اسيد اهو، هكتبه لك اللي هو HNO3 زائد الكي مع الاس او 4 هتعمل لي K2SO4. بعد كده ابقى اوزن. طب يا دكتور الاتش ان او 3 اللي بيبقى طالع ده بيبقى فيبر الاول وبعد كده بعمل له كوندنسيشن واكولكته في شكل ليكويد، والرابر ستوبر اللي كنت بحطها دي ما ينفعش احطها رابر، ده انا لازم احطها جلاس لان بينتج اتش ان او 3 وده اسيد فيبر لما بيطلع بيبقى كروسيف، فلازم نستخدم واحنا بنعمل الاباريتس حاجه نقفل بيها من فوق تبقى معموله من الجلاس. حلو خلصناه. نوزن وزنتنا بالراحه. ايه الاختلاف اللي باين هنا؟ دي K2 ودي K1 يبقى لازم من ده 2، لما ده بقى 2 يبقى لازم ال NO3 دي تبقى 2، احط هنا 2 خلصت البالانس. في اسهل من كده؟ مفيش. طب الفيزيكال بروبرتيز بتاعته حاجتين، ده تافه لونه كلرلس وهو اسيدك فهيحول الليتمس الى اللون الاحمر. اللي بعده الكيميكال رياكشنز بتاعته يا دكتور يسري هنكسره بالحراره ونفعله مع الميتالز، مره وهو دايل ومره وهو كونك. طب هنكسره بالحراره ازاي؟ هنجيب ال HNO3 ونسخنه في درجه حراره اعلى من 100، عشان كده لما كنا بنحضره كنا بنسخن بس كنا ما نزيدش عن ايه؟ كنا ما نزيدش عن 100 يا دكتور يسري. لو زودت درجه الحراره فوق ال 100 بيحصل له عمليه اسمها ثيرمال ديكومبوزيشن، بيتكسر بالحراره. طب لما بيتكسر بالحراره بيديني ايه؟ بيديني ميه ونيتروجين دايوكسيد اللي لونه ريدش براون واكسجين جاز ثم نوزن. طب الهنت بتاع الوزن هنا كان ايه يا دكتور؟ ان الرياكشنز بتاعت النيتريك اسيد بتاعتنا الثانيه ثانوي هنا كلها بيبتدي باربعات، يبقى لو خليت ده كده 4 يا دكتور 4 يبقى انا محتاج كام NO2؟ محتاج 4 برضو يطلعوا لي هنا يا دكتور يسري. طب في الحاله دي انا محتاج كام ووتر؟ 4 اتشات واتشتين، احط هنا 2 يبقى الوزنه بتاعتي بقت تمام وخلصت الحمد لله رب العالمين الحته دي. نكمل بقى بقيه الرياكشن مع الميتالز. مره هجيبه مع ميتال قوي، مره مع ميتال ضعيف، والاتش ان او 3 مره هتبقى دايليوتد مره هتبقى كونسنتريتد. الرياكشن ده دايما بيطلع 3 حاجات، قولهم والنبي. يلا يا دكتور. سولت، ووتر، واخر حاجه ايه؟ جاز، يا ان او يا ان او 2 على حسب الاتش ان او 3 ده كونك ولا دايل. يلا يا باشا نبتدي باول واحد ونشتغلوا على الرايق كده. الاف اي مع الدايل نكون الاول السولت، اف اي مع ان او 3، الاف اي دي ببلس 3 والان او 3 دي بماينس 1، لما نزو هتبقى كده واسمها ايرون نايتريت. هحط بعدها ميه اللي هي H2O. طب يا دكتور الجاز اللي طالع هيبقى ان او ولا ان او 2؟ على حسب، ما دام ده دايل يبقى الجاز اللي طالع NO. حلوه. نعملها مع الكبر نفس الكلام بنفس الملل. الكبر مع ال NO3 هتكون لي سولت اسمه كبر نايتريت، الكبر بلس 2 والنايتريت ماينس 1. بعد الزو ادي الشكل بتاع الكبر نايتريت وادي الميه. وبما ان يا دكتور يسري ده دايليوتد مش كونسنتريتد يبقى الجاز اللي هيبقى طالع لي هنا مع الميه هو ال NO. طب لو الجاز يا دكتور يسري اصبح لو HNO3 دي يا دكتور يسري اصبحت كونسنتريتد، كل اللي هيحصل ان الجاز بدل ما هو NO هيبقى NO2. يبقى الكبر مع النيتريت هتعمل لي كبر نايتريت يا دكتور يسري اهي، وادي الووتر هي يا دكتور اهي، ثم في الاخر بدل ما NO هتبقى NO2. طب وهنا يا دكتور لو استخدمنا قوي مع قوي يعني ميتال عالي في الرياكتيفيتي سيريس مع ال HNO3 وهو كونسنتريتد بيتكون حاجه اسمها ميتال اوكسايد والرياكشن ما بيكملش، والظاهره دي اسمها الباسيفيتي فينومينا. جميله. ثم توزن الرياكشنز دي زي ما علمتك من شويه، تبقى قضيت على النيتريك اسيد ولميته كله في ورقه واحده عزيزي الطالب. كده انت معاك 3 ورقات. ال3 ورقات دول ورقه للنيتروجين، ورقه للامونيا، ورقه للنيتريك اسيد. عشان الناس بقى اللي بتقعد تقول يا دكتور الكلام كتير والكيمياء صعبه وانا تهت، لازم تلمها، ما الكيمياء صعبه. انا هكدب عليك؟ الكيمياء لو سهله ما كنتش اديتك درس.
الكيمياء صعبه عشان كده بتاخد فيها درس دلوقتي. يبقى هتلم لي 3 ورقات دول جنب سريرك، بصه كل يوم قبل ما تنام هتلاقي دنيتك ظبطت وهتبقى زي الفل. فاضل ايه في الشابتر اللي مش عايز يخلص ده يا دكتور يسري؟ فاضل الساينس اند تكنولوجي. هنجيب بقى اليمنت من الاليمنتس بتاعتنا بتاعت جروب 5A، وهقلب مدرس دراسات وهقعد احفظك عزيزي الطالب كل اليمنت ايه الاستخدامات بتاعته، ولكن بعد الفاصل. بسم الله. هنبدا دلوقتي اليوزز، وخلي بالك اليوزز دي سهله فما تديهاش اكبر من حجمها. هنقعد نحفظ مع بعض شويه حاجات ونربطها باللي فات. هنمسك اليمنت من جروب 5A ونطلع بزابيزو كيوزز. نبتدي باشهرهم واول واحد فيهم فوق اللي هو النيتروجين جاز. بص بقى، النيتروجين ليه استخدام مباشر وغير مباشر. هبتدي بايه؟ بالغير مباشر. الاستخدام الغير مباشر بتاعه بيبقى في الزراعه. ازاي يا دكتور يسري؟ بيقول لحضرتك ان 80% من ال N2 جاز اللي بننتجه في الدنيا يستخدم فيه تصنيع الامونيا. يبقى بنصنع امونيا من النيتروجين جاز، والامونيا دي بنستخدمها في تصنيع ايه؟ في تصنيع الفيرتلايزرز. وهفكرك واحده واحده. فاكر تصنيع الامونيا؟ يا دكتور كان اسمه هابربوش. افكرك، كان بيبقى عندي N2 اللي هي النيتروجين، وبحط عليها ال H2 اللي هو الهيدروجين في المصنع، بتطلع عندي NH3 اللي هي الامونيا جاز. وكنت بوزن، كنت بحتاج درجه حراره عاليه، وكنت بحتاج البريشر، وكنت بحتاج كاتاليست اللي هو فيه مو كاتاليست، صح؟ يا دكتور يسري كانت الحاجات دي كلها بنستخدمها في مصنع هابربوش وبننتج الامونيا. 80% من النيتروجين اللي بنصنعه في العالم يستخدم في تصنيع الامونيا. طب يا دكتور، والامونيا دي بقى في حد ذاتها، الامونيا دي في حد ذاتها تستخدم في تصنيع الفيرتيلايزرز. يعني ايه يا دكتور تستخدم في تصنيع الفيرتيلايزرز؟ كنا بنجيب الامونيا دي ونحط عليها اسيد. طب يا دكتور اسيد زي ايه مثلا؟ زي H2SO4، زي HNO3، زي H3PO4. اي اسيد هتعمل لي حاجه اسمها امونيوم سولت. يبقى لو حطيت هنا اسيد على الامونيا هيتكون عندي امونيوم سولت. اكزامبل كده مثلا H2SO4 هيتكون عندك الامونيوم سولت اللي هي NH4SO4، وهتحط دي بين قوسين 2 مثلا، وده اسمه الامونيوم سولت. هو ده اللي بيستخدم كفيرتلايزر. يبقى تاني كده علشان ما تتوهش مني موضوع اتفق من التفاهه. بص، النيتروجين ال N2 استخدامه الغير مباشر بنصنع من 80% من النيتروجين اللي في الدنيا امونيا. طب وبعد ما بنصنع الامونيا دي بنستخدمها في تصنيع الفيرتيلايزرز. ازاي الفيرتيلايزرز؟ كانت الامونيوم سولتس، فكنا بنجيب على الامونيا اي اسيد يتكون عندي الامونيوم سولت اللي كنا بنستخدمه كفيرتيلايزر. وكنت بقول ان الفيرتيلايزرز دي اسمها ايه؟ اسمها NPK. النيتروجين اللي فيها هو النيتروجين ده اللي موجود في الامونيوم سولت. حلوه. يبقى اول استخدام غير مباشر بنستخدم النيتروجين في تصنيع الامونيا اللي بنصنع منها الفيرتيلايزرز. حلو يا دكتور. طب الاستخدامات التانية بقى المباشرة، انظر إليا. استخدام النيتروجين جاز المباشر في الاندستري اللي هي في الصناعة هيبقى كالآتي. النيتروجين ده بيبقى بديل الهواء في بعض الصناعات. يعني ايه يا دكتور بديل الهواء في بعض الصناعات؟ ركز معايا كده. لو انا هعمل عمليه اسمها ميتالز ويلدنج. يعني ايه ميتالز ويلدنج؟ يعني هلحم حتتين ميتال في بعض، يعني حتتين حديد وهلحمهم في بعض. الخوف كله ان خلال عمليه اللحام، عارف عامل اللحام اللي بيبقى لابس بتاع على وشه كده وبيقعد يلحم الحاجات في بعض؟ خلال عمليه اللحام بيبقى فيه درجه حراره عاليه، والاير اللي بيبقى موجود حواليا وانا بلحم بيحتوي على اكسجين جاز. فخلال عمليه اللحام بتاعه الايرن في وجود الهواء حواليا، الايرن ده ممكن يتاكسد عند درجه حراره عاليه في وجود اكسجين ويكون ايرن اوكسايد، وانا مش عايز ده يتكون. يبقى علشان نلحم حتتين حديد في بعض مش عايز يبقى عندي اكسجين، فمش عايز يبقى عندي اير، فبدل ما بلحم في اوضه مليانه هواء، لا انا بلحم في اوضه تانية ما فيهاش هواء مليانه نيتروجين بس. يبقى تاني كده بنستخدمه كانرت اتموسفير. كلمه انرت اتموسفير يعني بديل للهواء اللي حوالينا لا يحتوي على اكسجين، نيتروجين بس. يبقى حاجه اسمها انرت اتموسفير لما نيجي نعمل ميتالز ويلدنج ومش عايزين يبقى حوالينا اكسجين عشان ما يكونش ميتال اوكسايد، فبنخلي الاتموسفير اللي حوالينا كله نيتروجين. يبقى بديل للهواء في الميلتنج. يعني ايه في الويلدنج؟ يعني ايه في الويلدنج؟ يعني لما نيجي نلحم حتتين ايرن مع بعض. طب ايه الاستخدام الثاني؟
في المصانع اللي بتصنع الكترونكس. خلال عمليه التصنيع بتاعه الالكترونكس وبعد التصنيع بيبقى فيه ستورج، يعني حفظ هنخزنها فترات. لازم خلال عمليه التصنيع والستورج بتاع بعض الالكترونكس الحساسه ما يبقاش حواليها اكسجين عشان ما يبوظهاش. اذا بنعمل برودكشن وستورج لبعض الالكترونكس برضو باستخدام الانرت اتموسفير اللي كل اللي حوالينا هيبقى نيتروجين ومفيش اكسجين خالص. يبقى يلا استخدامه المباشر عازل عن الهواء، وانا بعمل ويلدنج يعني وانا بلحم ميتالز وانا بصنع الكترونكس وبحفظها. طب استخدامه الطبي بيبقى الليكويفايد نيتروجين. الليكويفايد نيتروجين ده يا دكتور يسري بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في حاجتين. اول حاجه وانت بتعمل ريسيرش او وانت شغال في المجال الطبي احيانا بتحتاج ان يبقى معاك ليفنج تيشو وتحافظ عليها عايشه بس بره جسم الانسان. يعني مثلا بننقل كليه من انسان لانسان، خلال عمليه النقل لما تاخدها من المتبرع للراجل اللي رايحه له الكليه دي لازم تبقى ستورد في درجه حراره قليله قوي اللي بنجيبها من ايه؟ من ليكويد نيتروجين. يبقى في الريسيرش والميديسن بنستخدم الليكويد نيتروجين ده علشان يعمل بريزرفيشن وستورج للتيشوز لان درجه حرارته بتبقى قليله جدا. طب يا دكتور ايه تاني؟ بنستخدمه في حاجه اسمها الكرايوثيرابي. يعني ايه يا دكتور الكرايوثيرابي دي؟ الكرايوثيرابي دي يعني العلاج عن طريق البرد. مش ده درجه حرارته قليله قوي اللي هو ليكويد نيتروجين؟ ليه بعض الاستخدامات الطبيه بتكنيكس معينه مش عليك بيعالجوا بيه انواع من السكين كانسرز وحاجه اسمها الوورتس اللي هي النتوءات الجلديه اللي بتبقى زياده طالعه عند جلد بعض الناس. دول بيتعالجوا بايه يا دكتور يسري؟ دول بيتعالجوا بحاجه اسمها الليكويد نيتروجين. يبقى يلا نلم النيتروجين كله، قول لنفسك كده مش عايز منك غير الكلمتين دول. النيتروجين استخدامه الغير مباشر بيصنعوا منه امونيا، والامونيا يصنعوا منها الامونيوم سولتس اللي هي بتبقى فيرتيلايزرز. ثم استخدامه المباشر في الاندستري بيعزل الهواء وانا بعمل ويلدنج للميتالز وانا بعمل برودكشن وستورج للالكترونكس. واستخدامه الطبي ليكويفايد نيتروجين دي درجه حرارتها قليله جدا بيستخدموها علشان يحفظوا التيشوز في الريسيرش والميديسن، وفي نفس الوقت بيعالجوا بيها نوع من انواع السكين كانسر والعلاج بتاع الورتس اللي هي النتوءات الجلديه. بس كده يا دكتور. اللي بعده مين؟ اللي بعد النيتروجين يا دكتور يسري كان الفوسفورس. اول استخدام للفوسفورس ايه؟ برضو في الاجريكلتشر يعني في الزراعه في تصنيع الفيرتيلايزرز. فاكر عزيزي الطالب لما كنت بقول لك ان الفيرتيلايزرز اسمها NPK؟ اهي البي دي اللي هي مين؟ الفوسفورس. يبقى 75 ل 85% من الفوسفورس انتاجه يستخدم في تصنيع الفيرتيلايزرز. حلوه. طب ايه يا دكتور استخدامات تانية ليه بقى في التكنولوجي؟ ركز معايا. هتحفظ مركب للفوسفورس اسمه الفوسفورس اوكسايد. ايه الفوسفورس بنتا اوكسايد ده؟ P2O5. ده اوكسايد الفوسفورس. اوكسايد الفوسفورس ده يا دكتور يسري يستخدم في ايه؟ ركز في الراجل ده. لو انت بتلبس نظاره، في نظاره رخيصه ونظاره غاليه. النظاره الرخيصه بيبقى منظرها كده، النضاره الغاليه بيبقى منظرها كده. ايه الفرق؟ بتلاقي الراجل بتاع النضارات بيقول لك عايز على النضاره طبقه انتي ريفليكشن، تقول له يديك دي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني بيستخدموها في المانيفاكتشر اوف ايه؟ لينسز. اشمعنى؟ عندها خاصيه فيزيائيه اسمها هاي ريفراكتيف اندكس، فبتعمل حاجه اسمها انتي ريفلكتيف كوت. يعني ايه انتي ريفلكتيف كوت؟ يعني المنظر بتاع النضاره يبقى كده، تقدر تشوف العين بتاعت صاحب النضاره مش تشوف الريفليكشن بتاعك فيها. حلوه. واخر حاجه عايزك تعرفها ان بيستخدموا الفوسفورس في ان هو ينتج حاجه اسمها الوايت لايت اللي بيطلع من حاجه اسمها البلو ليد، يعني النور الابيض مش النور الاحمر. جميل عزيزي الطالب؟ جميل يا دكتور. يبقى خلصنا الفوسفورس. اول حاجه الفوسفورس زي النيتروجين فيرتيلايزرز، بعد كده البي 2 او 5 دي بتبقى انتي ريفلكتيف كود وبيستخدموه في تصنيع الفوسفورس الوايت ليد اللي بيطلع اللون الابيض، البلو ليد اللي بيطلع اللون الابيض. خلصنا ده نخش على اللي بعده. اللي بعده الاثنين دول بقى فاكرهم؟ السب يا دكتور يسري. ارزنك اللي هو الاي اس بتاع الراب، فاكره؟ ومراته انتيموني اللي هي اس بي. يبقى ده الراجل ودي مراته. بص بقى علشان تحفظ اليوزز كده. الراجل للاسف ارسنك ده بتاع راب فهو
توكسيك ومراته طيبة. هو يحاول يولع في البيت وهي هتمنع البيت من ان هو يولع عزيزي الطالب، والحياة بينهم هتستمر. الله، اشعرت يا دكتور ايه العلاقات الانسانية دي؟ هقول لك. الارزنك توكسيك. ايوه يا دكتور، يبقى الارزنك خلاص انا عرفت بتاع الراب ده توكسيك، ما اتجوزوش، ماشي. ارزنك التوكسيك ده كانوا بيستخدموه زمان في ايه؟ كانوا بيعتمدوا ان هو سام، فكانوا بيستخدموه في البيستيسايدز، يعني بيستخدموه في المضادات الحشريه عشان يقتل الحشرات لان هو سام، والوود بريزرفيشن عشان يقتلوا اي حاجه هتنمو جوه الخشب فيحافظوا على الخشب. بس لاحظوا ان هو خطر، وخصوصا في البيستيسايدز، لان هو لو موجود بنسب كبيره هيقتل الحشرات اللي موجوده في الارض، لكن هو في نفس الوقت هيقتلني انا. فهو زمان علشان هو سام كان يستخدم في البيستيسايدز وكان يستخدم في الوود بريزرفيشن، وبطلوا يستخدموه الاستخدامات دي ولقوا له استخدامات احلى. لقوا له استخدامات احلى ازاي بقى؟ ما جابوهوش لوحده ارزنك، الارزنك لوحده توكسيك، جابوه في كومباوند. الكومباوند ده اسمه جاز. ايه جاز ده؟ جاز. الجا ده اللي هو الجاليوم، والاس ده اللي هو الارزنك، على بعض اسمهم جاليوم ارزينايد. الجاز ده يستخدم في ايه؟ الجاز ده لقوا ليه تطبيقات مهمه قوي 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 لما نيجي نصنع الكترونكس، ولما نيجي نصنع سولار سيلز اللي هي بننتج عن طريقها الكهرباء. جميله جميله يا دكتور. يبقى دلوقتي بيستخدموه في حاجات مفيده ومش بتتعرض لبقي، يعني مش هتسممني. ايه اللي مش هيسممني؟ الالكترونكس والسولار سيلز. حلوه. طب يا دكتور الالكترونكس والسولار سيلز دي بنستخدمها في ايه؟ الالكترونكس زي الموبايل فون، السولار سيلز دي اللي بنستخدمها علشان نصنع الكهرباء اللي هي الخلايا الضوئيه. بس كده. نخش على اللي بعده بقى اللي هو الانتيموني. مش ارزنك كان متجوز واحده طيبه اسمها انتيموني؟ هو قذر. لو متجوز واحده قذره زيه البيت هيولع، يبقى لازم انتيموني دي تبقى طيبه ضد الحريق، لان ده عايز يخلي البيت حريقه وهي عايزه تمنع البيت من الحريق. يبقى كل اللي هتعمله انتيموني ان مركب منها اللي هو الانتيموني اوكسايد. فاكر السبو ده اللي هو كان ايه؟ كان نيوترال ولا امفوتيريك ولا اسيديك ولا بيزك؟ ايوه كان امفوتيريك اوكسايد. قالوا زنه سنه. يبقى السبو ده اللي هو كان الامفوتيريك اوكسايد بتاع الانتيموني ده فليم ريتاردنت. يعني ايه فليم ريتاردنت؟ يعني حضرتك احيانا بيبقى في ماتيريال معينه معموله منها الحاجات اللي انت بتشتريها، يقول لك دي ضد الميه، ضد النار، ضد الحشره، ضد الفار. ضد النار دي بقى معناه ان انا لو جبت هنا نار وقعدت اولع فيها ما بتولعش. ليه؟ لانها ماده لا تشتعل ولا تساعد على الاشتعال وبتطفي كمان الاشتعال. يبقى الانتيموني اوكسايد ده يا دكتور يسري استخدامه فليم ريتاردنت، بيبقى ادد للبلاستكس والوودز والفابريكس اللي هو اللبس علشان يضيف لهم خاصيه انها تبقى تريزيست الاجنيشن، يعني تبقى ضد النار فالبيت ما يولعش. عزيزي الطالب فاضل مين؟ فاضل البسبوس، صح؟ يا دكتور فاضل البسبوس اللي هو الميتال الوحيد اللي موجود في جروب 5A. بص بقى، فاكر لما كنا بندس البزمس الحصه اللي فاتت، لما كنت بقف بقول له يا ميتال يا معفن، انا ميتال من جروب 1A و2A و3A، انت مش زينا، انت بتوصل الكهرباء بس ما بتوصلهاش كويس. احنا كلنا بنبقى موجودين في الفيبر ستيت في حاله مونو اتوميك، انما انت في الفيبر ستيت بتبقى في الداي اتوميك. فاكر الكلام ده؟ مش فاكره؟ هراجع لك، بس استنى بقى. البزمس ده ميتال مختلف عن بقيه الميتالز وموجود في جروب 5A. من اليونيك بروبرتيز بتاعته ان عنده لو ميلتنج بوينت، يعني الميتالز العاديه جروب 1A و2A و3A الميلتنج بوينت بتاعتهم عاليه، ده الميلتنج بوينت بتاعته قليله. ومن اليونيك بروبرتيز بتاعته اللي هي اللو ميلتنج بوينت دي خدت الاستخدام ان احنا بنعمل الوي، يعني سبيكه بيبقى فيها حاجتين، ايه هما؟ البسبس ومعاه طين. ايه يا دكتور طين؟ لا اسمه تن، بس هنقول انها السبيكه اللي هتتكون دي بسبس ومعاها طين. طب البسبس والتن ده الالوي دي مميزه في ايه؟ اكيد الميلتنج بوينت هتبقى بتاعتها قليله، لان هو الميلتنج بوينت بتاعته قليله وهو مكون من مكونات الالوي. يبقى الالوي بتاعت البسبس والتن دي بتملت عند درجه حراره اقل من 100. فلما تملت عند درجه حراره اقل من 100 لقوا ان استخدامها هنا. يعني ايه استخدامها هنا؟ شايف الصوره دي؟ اللي بتبقى موجوده في الاوتيلات او بتبقى موجوده في المولات وبتبقى متعلقه فوق، ولو جيت تحتها وعملت اي دخان، شربت سجاره اوعى تكون بتدخن، هتلاقي ان الدخان ده خبط فيها والمول كله قعد ينزل فيه ميه. يا دكتور يعني اللي قدامي دي اسمها اوتوماتيك سبرينكلر سيستم، يعني السيستم اللي مجرد ما بيحس بالدخان بيطلع ميه. ده بيستخدمه في تصنيعه ايه؟ بيستخدمه في تصنيعه البزمس تن الوي. قشطه. وحاجه تانية،
لما بنيجي نعمل ويلدنج، يعني لما بنيجي نلحم حاجات مع بعض. لما بنيجي نلحم حاجات مع بعض عزيزي الطالب بنستخدم في العادي حاجه اسمها الليد سولجر، يعني المكنه بتاعه اللحام بتبقى معموله هنا من الليد. احيانا بنحتاج ان الماده دي ما تبقاش معموله من الليد، فلما ما نستخدمش الليد في الماده بتاعه اللحام بنستخدم بديله اللي هو البي بي فري سولجر. بدل الليد هيبقى الالوي بتاعه البيزمس والتن. يبقى البيزمس ده ميتال يونيك بروبرتي عنده عن بقيه الميتالز ان الميلتنج بوينت بتاعته قليله، بنعمله الوي مع التن. الالوي دي بتستخدم في الاوتوماتيك سيستم بتاع السبرانكلينج بتاع الووتر. واخر حاجه بنعمل بيه اخر حاجه اللي هي الفري سولجر بتاعه الليد، يعني لما نيجي نلحم الحته بتاعه اللحام دي ما بتبقاش معموله من الليد، دي بتبقى معموله من البيزمس والتن الوي. وبكده عزيزي نبقى لمينا كل اليوزز الحمد لله، وما خدتش مننا 5 دقايق. دكتور شابتر كبير قوي الحمد لله، وصلنا ليبيا خلصته. ولكن عامل لك هديه، الريفيجن بتاعت شابتر 2. شابتر 2 مختلف عن شابتر 1. شابتر 1 في الريفيجن بتاعته قعدت اشرح تاني. شابتر 2 والله العظيم ان شاء الله يحصل اللي في دماغي، الريفيجن بتاعته دي هتفايرل، هتنتشر في الدنيا، وانت واصحابك كلكم هتذاكروا منها وهتشكرني عليها. الريفيجن بتاعت الشابتر ده هتنقسم الى نصين، جروب 1A وجروب 5A. هلم لك جروب 1A في 4 صفحات، وهلم لك جروب 5A في 4 صفحات. يعني هنعدي على كل الرياكشنز اللي احنا عملناها بس سريع سريع، نحفظ كل حاجه بتدي ايه، كل حاجه بتدي ايه، لان احنا اوريدي الحمد لله رب العالمين فهمنا الكلام كويس جدا. وما تنساش عزيزي الطالب ان الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى عندك اول حصه في النووي عزيزي الطالب اللي هو النيوكليير كيمستري. في الحصه دي هيبقى في امتحان شامل على شابتر 2 كله. يبقى حضرتك هتذاكر كويس دلوقتي، علشان على المنصه عندنا الاسبوع الجاي يوم السبت هتلاقي امتحان على شابتر 2 كله مع الحصه بتاعه النيوكليير. استنى حصه الريفيجن، وما تنسانيش بدعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.